بيبدأ مسلسلنا سنة 2026 وبنشوف جوان اللي بتكون قاعدة في فصلها القديم في المدرسة الثانوية وبتفتكر ذكرياتها مع لوشي وسوء التفاهم اللي حصل بينهم لما قال لها بعصبية دي غلطتك ومش عايزة أشوف وشك تاني. وكمان بتفتكر لما قال لها لو كدبتي عليا 1000 كدبة وقلتيلي مرة واحدة إنك بتحبيني هسامحك. فجوان بتسأل نفسها وبتقول لو كنت تعرف يا لوشي من 10 سنين إنك هتتألم بسببي هل كنت هتقرب مني؟ وبعدها بنرجع فلاش باك 10 سنين لورا وبنشوف جوان اللي بتكون واقفة في طابور الصباح بتشجع الطلاب في الإذاعة. وفجأة بيقتحم الطابور لوشي والأمن بيطارده وبيفتح خراطيم المية وبيبهدل الدنيا والطلاب بيضحكوا. والمدرسين بعدها بيقفشوا لوشي في الأوضة علشان سرق مفتاح الموتوسيكل بتاعه. وصاحبه بيدافع عنه والمدرس بيحط لوشي شرط علشان ياخد المفتاح وبيقوله لازم تدخل في أفضل 1000 طالب في امتحان المدينة التجريبي الجاي. وفي نفس الوقت جوان بتدخل أوضة المدرسين والمدرسة بتطلب منها تقدم في جامعة بره المدينة بس جوان بترفض علشان لازم تقعد وتراعي جدتها. والمدرس بيستغل الفرصة وبيقول للوشي اتعلم من جوان الشاطرة الملتزمة فلوشي بيوافق على التحدي علشان المفتاح. وبعد المدرسة جوان بتغير هدومها في الطريق علشان تروح شغلها وبتكون بتشتغل في السر وبتبيع ملخصات امتحانات للطلاب علشان تصرف على جدتها بعد ما والدها توفى وأمها سابتها. ولوشي بيعرف حوار الملخصات ده من صاحبه اللي درجاته اتحسنت فجأة وبياخد الرقم بتاع الشخص الغامض اللي بيبيع اللي هو جوان باسم مستعار مستر بو. ولوشي بيبعت لها طلب بس جوان بترفضه لأنها عارفة إن هو بتاع مشاكل. فلوشي بيربط الخيوط ببعضها لما بيلاقي دلاية مفاتيح على شكل فيونكة وقعت من جوان لما خبطت فيه الصبح وبيلمح صورتها الشخصية على الشات بالليل. فلوشي بياخد صاحبه وبيراقب المكان لحد ما بيقفش جوان وهي نايمة بتذاكر في أوضة التخزين القديمة في المدرسة فبيواجهها وبيقول لها مين يصدق إن الطالبة المثالية بتبيع ملخصات في السر. وبيقوم سارق ملخصات من شنطتها وبيمشي. وبعدها النتيجة بتطلع ولوشي بيجيب درجات عالية جدا بفضل الملخصات والمدرسين بيكونوا مصدومين وجوان بتقفشه وبتقوله انت سرقت حاجتي وبتلعب بيا بس لوشي بيهددها وبيقول لها لو عايزاني اسكت تبيعيلي الملخصات دي على طول. فجوان بتضطر ان هي توافق وبتبيع له بسعر عالي. وبعدها بنشوفها لما بتروح المستشفى مع جدتها والدكتور بيصدمها ان السكر في مرحلة خطيرة ومحتاجة دواء مستورد مش بيكلفه التأمين وسعره بيوصل ل 3000 يوان كل شهر. فجوان بتتصدم بس بتقول للدكتور بدون تردد هات الدواء أنا معايا فلوس. وهي في الحقيقة معهاش ولا مليم وحياتها مهددة بالانهيار. وهي راجعة في الطريق مكسورة ومستنية أي حد ينجدها بتشوف المفاجأة اللي هتقلب حياتها. بتلمح أمها اللي سابتها وهي صغيرة واقفة بتتكلم مع لوشي وبتترجى ما يزعلش والده وبتقول له انا هعمل لك اي حاجه بس لوشي بيزعق لها وبيرفض مساعدتها. وجوان بتفهم ان امها متجوزه ابو لوشي وبتفضل مستنيه لحد ما امها بتمشي وبعدها بتروح للوشي وبتتكلم معاه وبتسأله عينيها فيها نظرة تحدي وصدمة وبتقوله الست اللي كانت معاك دي أمك بس لوشي بينكر وبيتعصب. فجوان بتسأله سؤال تاني وبتقوله هو أنت مسافر برا؟ فلوشي بيتصدم إن هي عرفت وجوان بتقوله بغموض يوم الاتنين تقابلني في نفس المكان القديم لأني عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم. فلوشي بيمشي وهو مش فاهم حاجة وجوان بتبص عليه وبتقول في سرها أنا آسفة ما كانش قصدي أدخلك في كل ده بس أنا مضطرة. وشياو من بره يبان شاب غني ومدلل ومتمرد بس من جواه قلبه طيب جدا وبيشتري السمك اللي بيموت علشان ينقذه. وبمجرد ما جوان عرفت سر انه ابن زوج والدتها بقت تلاحقه وتقوله انا عارفه انك عاوز تسافر تدرس بره وبدل ما تذاكر لوحدك ما تيجي نذاكر سوا وانا هساعدك. وبقت تساعده في المدرسه كمراقبه وتعديله مشاغباته. وبعدها راحت له وطلبت فلوس علشان تبين انها بتعمل كده عشان الماده بس هي كانت بتحجج علشان تقرب منه. وراحت بالسر مكتب المدرس واتصلت بامها من الخط الارضي علشان تطلب منها تيجي اجتماع اولياء الامور وتجيب سيره شياو. فالأم استغربت إن شياو يدي رقمها للمدرسة لأنه دايما مبعدها عنه بس من فرحتها وافقت إن هي تيجي. وجوان بعدها عرفت إن شياو بيحب ألعاب الفيديو فراحت له بره المحل وتحدته وقالت له لو كسبتك في دور واحد توافق أكون مدرستك الخاصة. وفي أول 4 أدوار خسرت جامد بس لأنها بتتعلم بسرعة كسبت الدور الأخير وشياو أعجب بيها ووافق إن هو يذاكر معاها في مكانهم السري. وبقت تشرح له إنجليزي وتعمل له ملخصات وامتحانات. ولما لاحظت إن هو بيفرهد من الحر جابت له معاها مروحة صغيرة المرة اللي بعدها وده فرحه جدا. وفي المدرسة بقت تقف في طوابير طويلة علشان تجيب له عصير وتحسسه إن هو مميز. وبعدها بنشوف صاحبها اللي لاحظ التقرب ده وعرف إن هي بتدرس لشياو. ولما قالت له إن هو شخص عاقل ومش زي الناس صاحبها بيغير عليها جدا
وفي الأيام دي شياو كان بيحاول يرسم جوان في السر، وفي يوم جابت سمكة بتموت علشان تنقذها، بس شنطتها كانت بتسرب مية، فدخلوا معمل الكيمياء بالسر علشان ياخدوا وعاء زجاجي، والحارس شافهم وجري وراهم وتحول الأمر لمغامرة. وهما بيستخبوا جوان نطت من الشباك، ولأن شياو بيخاف من المرتفعات قعد يترعش، فهي قالت له نط وثق فيا ومش هسيبك تقع. ولما نط لحقته، وكان مشهد رومانسي كوميدي وفضلوا يبصوا لبعض. وبعدها قعدوا في حوش المدرسة يتكلموا عن الشجرة اللي عرفها منها، فسألته ليه شايفها مميزة، فقال لها الشجرة دي مصابة بالبهاق النباتي وشايفها لطيفة، وده معناه ان ذوقنا واحد. فجوان قالت له انت طلعت مش زي ما تخيلتك، كنت فاكرة ان انت مدلل وكل حاجة بتجيلك بالسهل وهتاخد شغل جاهز. فضحك وقال لها هي دي خطتي فعلا، بس هي حست بالذنب وقالت له لا انت شخص كويس وما بتأذيش حد. ولما سألها وانتي أذيتي مين علشان تقولي كده، غيرت الموضوع وما ردتش عليه. وهم راجعين هي ركبت الأتوبيس وهو مشي بالموتوسيكل بتاعه جنبه وقعدوا يبتسموا لبعض. وبعدها بنشوف شياو اللي طلب من صاحبه فان يخبي سر سفره بره علشان أهله لو عرفوا هيمنعوه، وبدأ يلاحظ إن جوان بتعدي دايما من عند ورشة الموتوسيكلات اللي بيقعد فيها، وكان في محل سمك هيقفل والسمك اللي فيه هيموت، فشياو اشتراه كله وقال لها أنا واد غني ومش فارق معايا الفلوس. وخدوا السمك ونزلوه في مسبح المدرسة وقعدوا يتكلموا. بس جوان لقطت سمكة بيتا وقالت دي هتاكل باقي السمك، ونطت في المية تلمها، وهو نط وراها وقضوا وقت ممتع تحت المية. ولما اتبلوا دخلوا مستودع المدرسة علشان يغيروا، ولقوا تيشيرتات تبع النادي، فقال لها غيري ورا، وهي رايحة شافت شياو واتكسفت وغيرت الموضوع وسألته ليه عاوز تسافر، فقال لها علشان مش متعلق بحد هنا، ونصحها تهتم بدراستها لأن مستقبلها مشرق. بعد كده جابوا أوعية تانية من المعمل وفصلوا السمك، وفجأة قال لها أنا حاسس إن انتي بتقربي مني بقصد. وقبل ما تجاوب الحارس قفشهم. وتاني يوم في الإذاعة المدرسية أعلنوا عقابهم علشان دخلوا المعمل بدون إذن، والكل استغرب من اسم جوان لأنها دايما التانية وعمرها ما تعمل كده. بس شياو اتكلم في المايك وقال جوان ملهاش ذنب، أنا اللي أجبرتها تيجي تعلمني تجربة وحطيت السمك بقصد. وبعد ما تهزقوا جوان سألته ليه شلت اللوم، فقال لها صورتك لازم تفضل نظيفة زي الكريستال، فشكرته وقالت له هعزمك على نودلز في مكان من اختياري. وصديقها كان متضايق من علاقتهم، ويومها جوان أخدت شياو في سوق ضيق معرفش يمشي فيه بالموتوسيكل، وكان عاوزها تركب وراه بس رفضت وقالت أنا دايما في وضع القيادة. ووصلوا محل نودلز كانت جدتها شغالة فيه، وطلبت له الأكلة المفضلة وتحدته يلاقي طعم زي ده. وصاحب المحل حب شياو علشان بيفهم في الموتوسيكلات، بس صديق جوان فتن عليها للجدة، والجدة عاتبت جوان إن هي مهملة دراستها وبقت تكسر القوانين بسبب كلام صديقها ليها، فجوان هدت جدتها. ولما طلعت لقت صديقها جيانغ فهجمت عليه وقالت له هو ده تصرف الأصدقاء، فاعتذر وقال لها ما قدرتش أخبي عن جدتك وانتي صديقتي الوحيدة، ومن ساعة ما ظهر شياو واحنا بنبعد. وبعدها سألها عن مستقبلها وعاوزة تبقى ايه، فقالت له شخص طيب. فسألها هو انت عملتي حاجة غلط، فشياو جاب حوض سمك كبير ونقل فيه السمك وبعت صورتها لجوان فاطمنت. وفي المدرسة اتفقوا إن هم يحضروا مهرجان البالونات يوم اجتماع أولياء الأمور علشان يطيروا بالونات الأمنيات سوا. وجوان كانت مخططة إن هي تجمع أمها وشياو في نفس الوقت، فاتصلت بأمها من تليفون المدرسة وتقمصت دور مدرسة الإنجليزي وأكدت عليها تيجي في نفس ميعاد البالونات. فالأم سألتها هو شياو عارف ومش متضايق، فقالت لها أيوة احنا بلغناه. وجوان كانت حاسة بالذنب لأن هي بتخدعه. وفي المهرجان قعدت تدور عليه والناس كلها طيرت البالونات وهي ما كتبتش أمنية. وفي الآخر دخل شياو ومعاه بالونات كتير وقال لها كتبت كل أمنياتي عليها وطيروها سوا. وأول ما جوان لمحت أمها جاية راحت حضنت شياو بقصد علشان أمها تشوفهم، والأم جت وعملت نفسها ما تعرفش جوان، وشياو اتضايق ومشي وهو زعلان. فجوان سألته انت بتكرهها، فقال لها أيوة أبويا متعود إن هو يغير الستات طول ما الست حلوة وعاقلة. وبكده جوان وصلت للي هي عايزاه، والأم جت تقابلها وقالت لها كبرتي وبقيتي ذكية، أنا مش عايزة جوزي يعرف إن بنتي تبقى حبيبة ابنه لأن دي هتبقى مشكلة، وأنا عرفت إن جدتك تعبانة ومحتاجة فلوس، هديكي الفلوس بس تبعدي عن شياو تماما. واديتها فيزا وقالت لها من هنا ورايح إحنا ميتين بالنسبة لبعض. وحصل عتاب بينهم، وجوان قالت لها أنا عمري ما شحت منك، بس أنا مش هسيب جدتي تموت وده حقي لأنك أخدتي كل فلوس أبويا ومشيتي. فأمها ابتسمت باستهزاء وقالت لها وهي كانت كام يعني. وبعدها بنشوف شياو اللي بيعمل قلادة على شكل سهم علشان تطابق القوس اللي مع جوان عشان يديها الهدية، بس جوان اتقابلت وبقت تتجاهله تماما في المدرسة. ولما نادى عليها صاحبها جيانغ قال لها صاحبك بينادي، فقالت له ده مش صاحبي. فشياو اتجرح وما بقاش فاهم السبب، واستشار صاحبه فان اللي قال له أكيد في سوء تفاهم.
وبيقول له روح واسألها على طول. وفي يوم جوان كانت هتخبطها موتوسيكلات، فشياو دخل بالموتوسيكل وحماها وطلب منها تركب معاه في المطر، بس هي رفضت، فقلع جاكته واداهولها علشان ما تتبلش. بعدها في غرفة المدرسين جوان سمعت مدرس بيقول إن شياو بيغيب وعاوز يقدم بره من ورا أهله، فلأنها خايفة على حلمه اتدخلت وقالت للمدرس ده قرايبه بره وأنا اللي طلبت منه يسألني على جامعة وهو مش مسافر أصلا. فالمدرس اطمن وشياو شاف القميص وافتكر ذكرياتهم، وجات له رسالة إن تذكرته وقبوله بره جهزوا من غير ما أبوه يعرف، واللي بعتها بتكون أم جوان. وفي نفس الوقت الجدة قفشت جوان وهي بتقطع إيصال أدوية غالية وقالت لها جبتي الفلوس دي منين؟ فجوان عيطت وقالت لها الفلوس دي حلال وحقي وانت عيلتي الوحيدة ومش عايزة اخسرك. وفي اليوم الأخير للمدرسة اختاروا جوان تقول كلمة التخرج بدل جيانغ اللي اختفى. وفي نفس الوقت كان في خناقة بين شياو وجيانغ قال له بعد عن جوان، وبيفضلوا يضربوا في بعض. وهنا بنعرف ان هم اخوات غير اشقاء من الاب، وجيانغ بيكره شياو لانه الابن الشرعي وامه هي العشيقة. وشياو حذره ومشي، وجوان بعد ما خلصت كلمتها طلعت لقيتهم مضروبين، فجوان هزقت جيانغ وقالت له دي حياتي واختياري وما تتدخلش، بس هو قال لها المدرسة كلها عارفة ان هو صايع، فقالت له انت ما تعرفوش ده احسن مني بكتير. وبعدها بيودعوا اصحابهم، وجيانغ رجع البيت ولقى امه بتشتغل وما لاحظتش جروحه، وكل همها ان لبسه مش مظبوط. وبعدها بنشوف شياوي اللي كان عند الورشة وجاله فان وقال له نسيت أقولك جوان هي اللي غطت عليك قدام المدرس في حوار السفر. فشياو جري على مكانهم السري في المدرسة، وجوان قعدت مستنياه كتير بس مشيت، وهو دخل بعد ما مشيت بلحظات وافترقوا. والكلام ده كان في 2016، ودلوقتي بقينا في 2026، يعني مرت 10 سنين كاملة. والاتنين راحوا يزوروا المدرسة والقدر جمعهم تاني. وجوان كانت بتبص على كلب، فشياو جه من وراها وقال لها عاش من شافك من سنين. وبعدها بنرجع فلاش باك ل 2016 في آخر يوم في المدرسة الثانوية، لما شياو وجوان كانوا عاوزين يشوفوا بعض قبل ما شياو يسافر بره البلد بس معرفوش. فشياو قرر يسافر وادى الموتوسيكل بتاعه لصاحبه فان وطلب منه يوصل حوض السمك بتاعه لجوان كهدية. فصاحبه استغرب وقال له احنا مش قريبين منها، بس شياو قنعه ان صاحبتها مانج قريبة منهم وهتساعدهم. ولما جوان عرفت بالموضوع قررت ان هي تروح بيت شياو علشان ترجع له الجاكيت بتاعه بعد ما غسلته. وهناك اتفقوا هما الاتنين ان هما يدوا حوض السمك لفان علشان يهتم بالسمك، لان الحوض كبير على بيتها وصعب شياو يسافر بيه في الطيارة. وجه يوم امتحان دخول الجامعة، وده يوم مصيري لجوان اللي كانت رايحة الامتحان مع جدتها. وفي نفس اليوم شياو كان حاجز تذكرته علشان يهرب ويسافر من غير ما والده يعرف، لان والده كان رافض تماما فكرة سفره. ووالده عرف بالخطة وحاول يمنعه عن طريق تسريب خبر انه هيبيع بيت والدته المتوفية علشان يجبره يرجع. وفي نفس الوقت حصلت مصيبة لجوان جوه اللجنة، فجوان اضطرت تسيب الامتحان وتنقذ جدتها للمستشفى، وضاع عليها الامتحان. وشياو وهو في المطار عرف بموضوع بيت والدته، فساب المطار ورجع جري علشان يحمي ذكريات امه. وجوان عاشت ظروف صعبة جدا بسبب مصاريف علاج جدتها وعمليتها وغسل الكلى، ومن كتر الإحباط والكسر قطعت وحرقت أوراق الامتحان والنوتس بتاعتها، وقررت تشتغل كذا شغلانة علشان توفر فلوس. أما شياو فرجع لقى والده بينقل لوحات أمه لبيت جده بس ما باعش البيت، وبقت حياة جوان عبارة عن جري بين الشغل والمستشفى في الوقت اللي زمايلهم في المدرسة بيحتفلوا بقبولهم في الجامعات. وفي ورشة الموتوسيكلات اتضح إن مانج صاحبة جوان اشتغلت هناك، وظهر شخص اسمه هوي وهو عدو قديم لشياو في سباق الموتوسيكلات، وقعد يذل في شياو ويقول له ان والده محتاج لوالدي في البيزنس وبيترجاه علشان يقابله. والموضوع قلب بخناق وتحدي سباق موتوسيكلات، لو هوي خسر هيكسر موتوسيكله الغالي بايده، ولو شياو خسر هيركع قدامه. وفي السباق رغم ان موتوسيكل هوي كان مليان قطع غيار مستورده وقويه، الا ان عم الورشه قال ان المهاره هي الاساس. وفعلا شياو كسب السباق بمهارته وحركاته الخطيره، وادى الشاكوش لهوي علشان يكسر الموتوسيكل، بس هوي هدد ومشي. وجوان سمعت الخطه بالصدفه وقررت ان هي تروح وراهم، ولما لقيت البلطجيه محاصرينه وبيضربوه استعارت موتوسيكل ودخلت وسط الصخور وخدت شياو على الموتوسيكل وهربت بيه، والشرطه وصلت والبلطجيه جريوا. وبعدها جوان كانت بتعالج جروحه وقعدوا ياكلوا نودلز مع بعض، وشياو عاتبها ان هي كانت بتدرس له وبقت صاحبته، وفجاه بقت تتعامل كانها ما تعرفوش. وهو ماشي مسك ايديها وقال لها طالما اتقابلنا تاني ينفع نعتبر ده قدر ونرجع. وبعدها شياو بيعرف من عم الورشه بظروف جوان الصعبه وان جدتها تعبانه، فراح المستشفى من وراها ودفع مصاريف علاج الجدة، بس جوان رفضت الفلوس ورجعتها له وقالت له اقبل بس العزومة كصديق. وبعدها جوان اشتغلت في محل ألعاب،
وشياب كان بيروح هناك يلعب علشان يشوفها، وجاب لها عروسة ولبسها عقد كان نفسه يديهولها من زمان. وبعدها بنشوف والدة جوان اللي كانت بتفرج زبونة على بيت والدة شياو علشان تبيعه، فشياو وجوان عملوا خطة سوا علشان يطفشوا المشتري، وقطعوا الكهرباء وعملوا أصوات غريبة ورعب، لعب على البيانو ولطخوا الحيطة بدم مزيف. فالمشتري خاف جدا وهرب، وجوان وهي في البيت دخلت أوضة البيانو الخاصة بوالدة شياو، فهو اتعصب عليها جدا وكلمها ببرود فمشيت وهي زعلانة. وبعدها والدة جوان قابلت بنتها في بار وعاتبتها، وجوان طلبتها بفلوس تأمين والدها المتوفي علشان تعالج جدتها، فالأم وافقت تديها جزء من الفلوس كمساعدة مش سلف، بس بشرط واحد، وهي إنها تقطع علاقتها تماما بشياو وتعمل له بلوك وتمسحه قدام عينيها. فجوان علشان تنقذ جدتها اضطرت إن هي تعمل بلوك. وبعدها شياو حاول إن هو يبعت لها رسالة اعتذار، بس بيلاقي إن هي عملت له بلوك فبيتصدم وبيزعل. وشياو بعدها راح لبيت جده، والجد أمر إن بيت أمه وحاجتها ما يتباعوش، بس والده طلب منه يروح حفلة ويعتذر لهوي ووالده علشان الشغل، بس شياو طبعا بيرفض. وفي نفس الوقت جوان وهي بتقلب في أوراق قديمة لقت مستندات تأمين والدها، واكتشفت إن أمها كدبت عليها وإن الفلوس دي حق جوان القانوني مش ملك للأم. فجوان قررت تعمل خطة علشان تروح الحفلة اللي العيلة عاملاها، لأنها عارفة إن أمها هتكون هناك علشان تواجهها بأوراق التأمين. وبعدها حاولت تصالح شياو علشان يرجعوا لبعض وتعرف تدخل الحفلة، وحاولت تخليه يمسح باركود المحل علشان يضيفها، وجابت له أكل وعملت نفسها تعبانة في الشغل، بس هو كان بيتقل عليها. بس صاحبه فان أقنعه إنه يسامحها لأنها حاسة بالذنب، وفعلا شياو بعت لها رسالة من رقم صاحبه وصالحها، واتقابلوا تحت شجرة واعتذروا لبعض، وبعدها رجعوا ضافوا بعض تاني. وجوان طلبت منه تروح معاه الحفلة علشان تسمع فرقة الموسيقى وهو وافق. وبعدها بنشوف جيان غزملهم اللي دخل جامعة كويسة وكان يوم عيد ميلاده، وراح يقابل والده الغني، فالأب عامله ببرود واداله قلم غالي وطلب من السواق يجيب له هدوم براندات. فجيان حس بالإهانة ورفض الصدقة ومشي زعلان، بس لقى جوان مستنياه بتورته واحتفلت بيه واداها تذكرتين لمعرض فنون في نفس يوم الحفلة وهي وافقت. وبعدها بنشوف شياوي اللي كان واقف في أتيليه ملابس بيختار فستان لجوان علشان تحضر بيه الحفلة، وكان بيقيس الطول بالنظر على البنت اللي شغالة في المحل علشان يتوقع مقاس جوان. وبعدها بنشوف جوان اللي بتوصل للحفلة الكبيرة، وكان شياو مستنيها بره ودخلوا مع بعض. وفجأة بيظهر هوي وبيكب مشروب على هدوم جوان قاصد، فشياو بيتعصب بس جوان بتهديه علشان الناس، فشياو بياخدها جوه وبيجيب لها فستان كان هو منقيهولها بنفسه، بس جوان بتستغرب وبتسأله بغيرة لو كان في بنات بتجيله البيت على طول، فبيضحك وبيطمنها ان هم مجرد ميك اب ارتست ومصممين للحفلات، وفعلا بيسلمها ليهم علشان يجهزوها. والضيوف بيكونوا واقفين يمدحوا في لوحات مامة شياو المتوفية، وبيتكلموا عن ازاي جوزها لسه منسيهاش. وفي الوقت ده بيوصل جد شياو وعمته اللي لسه راجعين من السفر، ووالد شياو بيطلب منه يروح يتأسف لهويا علشان المشاكل اللي بينهم، فشياو بيروح له بس بأسلوب تريقة بيفكره بكل مشاكله القديمة وانه مش خايف منه، وبيقول له احنا بنمثل عشان بيزنس اهالينا مش اكتر. وبعدها بتظهر جوان بالفستان الجديد وبتخطف الانظار، وشياو ما بيشيلش عينه من عليها وبياخدها لمكان خاص بره الحفله، وبيكون مجهز لها مفاجاه، عازف بيعزف اغنيه معينه هي بتحبها، وشياو بيعلمها الرقص وبيحكي لها قصه الاغنيه عن اتنين ما كانش ينفع يكونوا مع بعض بس حبوا بعض، وفي النهاية البنت وجعت الولد وهو ضحى بحياته عشان يحميها. فجوان بتحس ان القصة شبه قصتهم، وبتسأله لو انا وجعتك في يوم هتعمل ايه، فبيقول لها مش هعمل حاجة. وبعدها بتبدأ الكلمات الرسمية في الحفلة، ووالد شياو بيقدم لوحة مراته اسمها منتصف الصيف، بس شياو بيقطعه وبيصحح الاسم الصيف لا ينتهي، وبيشرح إنها جزء من سلسلة لوحات مامته. وفي اللحظة دي جوان بيجيلها مكالمة من الدكتور بيقول لها إن جدتها جاهزة لعملية زراعة الكلى، بس محتاجة 300 ألف يوان فورا علشان العملية ما تتأخرش. فجوان بسبب زنقة الفلوس بتطلع فجأة على المسرح وبتتكلم في المايك، وبتنادي على مامتها قدام الناس كلها وبتقول لها يا ماما، فالقاعة كلها بتتصدم، بس جوان بتلحق الموضوع وبتقول إن والدها توفى وهي صغيرة، وإن الست دي هي اللي اتكلفت بمصاريف دراستها وعلاج جدتها من غير ما تقول اسمها، فالناس كلها بتسقف وبتمدح فيها. وجوان بعدها بتوشوش مامتها وبتقول لها أنا عايزة بس ال 300 ألف يوان بتوع تأمين بابا علشان عملية جدتي، وبتقول لها كملي معايا المسرحية دي. وبعد الحفلة شياو بيكون متضايق جدا وبيواجه جوان وبيقول لها انت قربتي مني وخدتي ثقتي علشان توصلي للست دي وتستغليني، فجوان بتعتذر له وهي حاسة بالذنب، بس شياو بيتعصب وبيقول لها هو انت مفيش اي مشاعر ناحيتي خالص بعد كل الوقت ده، فبترد وهي بتهرب بعينيها وبتقول له عمري ما فكرت في الموضوع. فشياو بيمشي بسرعة بعربيته وهو متعصب، بس بيرجع تاني علشان خايف عليها، فبيلاقيها مشيت
وجوان بعدها بترجع البيت وبتلاقي مامتها مستنياها بره وبتقعد تفكرها بمقامها وبتقول لها مش أي حد يبقى سندريلا وبتعرض عليها اتفاق وهو إنها تيجي تفطر الصبح مع عيلة شياو وتنفذ اللي هتقوله وبعدها تسيب المدينة خالص وتختفي وفي المقابل هتديلها 300 ألف يوان. فجوان بتوافق بس بتطلب منها 60 ألف يوان دلوقتي فورا علشان غسيل كلى جدتها الصبح. فأمها بتديهم لها وبتمشي وجيانغ صديق طفولتها كان واقف ومستنيها وسامع كل حاجة وجوان بتقعد تعيط وبتحكي له الحقيقة إن هي أمها الحقيقية اللي سابتهم بعد وفاة باباها وخدت كل الفلوس وإن الفلوس دي حقها الشرعي من تأمين باباها وبتسأله لو شايفها بنت وحشة. فجيانغ بيطمنها وبيقول لها لا دي ظروف وأنا هحفظ سرك زي زمان. وتاني يوم على سفرة الفطار في بيت عيلة شياو بيحصل خناقة بين شياو وباباه لأن شياو عاوز يسافر بره يدرس فنون جميلة في نفس جامعة مامته وباباه عايزه يدرس تمويل علشان يمسك الشغل. وفي وسط الخناقة بتوصل جوان وبتسلم على الكل ما عدا شياو وهنا الأم بتلعب لعبتها الخبيثة وبتقول لجوان قدام الكل سلمي على أخوكي كمان. فجوان بتضطر تبص لشياو وتقول له يا اخويا وشياو بيتصدم وبيقوم يسيب الاكل وبيمشي بس الجد بيوقفه وبيعرف ان شياو وجوان كانوا صحاب في المدرسه زمان. ومامة جوان بتقول ان هي هتتكفل بمصاريف اعاده السنه لجوان. وهنا كيلان بتقترح فكره بما ان جوان هتعيد السنه وشياو هيقعد في البيت يستعد للفنون الجميله فليه جوان ما تقعدش معاهم في البيت علشان تساعده. فجوان بتتخض وبترفض في الاول علشان ما تضايقش حد بس شياو بيوافق وبيقول انه عاوز يتعلم منها والجد بيديله مهله سنه يثبت نفسه فيها والا هيسفره بره يدرس اقتصاد. وبعد الفطار شياو بيقابل صاحبه فان وبيحكي له وفان بينصحه يتعامل معاها كويس وما يعقدش الامور. وعلى الناحيه التانيه بنشوف جوان اللي صاحبتها بتسالها عن طبيعه علاقتها بشياو وازاي سمح لها تقعد في بيته. فجوان بتقول لها ان الست اللي بتدعمها هي مامة شياو التانيه وهو ما بيرتاحش معاها وإن علاقتهم معقدة شوية. بعد كده جوان بتوصل للقصر والشغالة بتوريها أوضتها وبتقول لها الحمام بره. فجوان بتروح الحمام وبتتفاجئ بشياو جوه بيستحمى وبتخرج وهي مكسوفة فبيحصل بينهم حوار عتاب وبتقوله إنها ما كانتش عاوزة تضايقه وهو بيفضل يتكلم معاها لحد ما مامة بان بتدخل وبتنقذ الموقف. وتاني يوم جوان بتروح تزور جدتها في المستشفى وبتتفاجئ بوجود أمها هناك وأمها بتديها ظرف فيه 150 مليون يوان ودول بيكونوا نص فلوس تأمين باباها وبتشرط عليها علشان تديها الباقي إنها تقنع شياو يتخلى عن حلم الفنون الجميلة ويسافر يدرس بره الصيف ده. فجوان بترفض الصفقة وبتقول لها دي فلوسي. فالأم بتهددها وبتقول لها اختاري بين حياة جدتك وبين شياو وبتفكرها إنها ما قالتش الحقيقة لشياو من الأول علشان خايفة عليه بس جوان بتصر على الرفض. وبعدها بنشوف جوان اللي بتعرف إن شياو تعبان وعنده سخونية جامدة وما أكلش حاجة فبتروح له الأوضة وبتعمل دور الزوجة المهتمة وبتديله الدواء وبتخليه يتغطى كويس علشان السخونية تنزل. فشياو بيبتسم وبيقول لها أنا جالي برد علشان رجعت أدور عليكي في الجبل وانتي مشيتي وبيحاول يقرب منها بس بيعطس في الآخر وجوان بتستغل الفرصة وبتجري من الإحراج. وتاني يوم الصبح شياو بيروح يقابل البروفيسور المشهور شين علشان يشوف لوحاته وجوان بتروح وراه علشان تديله ملف اللوحات اللي نسيه. وهناك بتسمع البروفيسور وهو بيرفض شياو وبيقول له رسمك مظبوط تقنيا بس ملوش روح انت مجرد نسخة بتقلد لوحات والدتك وبيديله فرصة لآخر الشهر يرجع له بلوحات أصلية فيها مشاعره وخوفه وأحلامه. فشياو بيرجع البيت محبط جدا وبيكون مش عارف يرسم ايه وبيقعد يبص لصورة جوان. وجوان بتروح لجدتها المستشفى وبتسألها يعني ايه إنسان صالح وكلام جدتها بيديها الشجاعة فبتكلم جيانغ وبترتب نشاط تطوعي في دار أيتام علشان تساعد شياو يلاقي إلهام. وهناك بيقضوا وقت مع الأطفال وبيلعبوا معاهم ولما بيجي وقت الحكاية شياو بيحكي قصة بعرايس الإيد بمساعدة جوان عن ذئب رمادي وحيد فاكر إن الكل كرهه لحد ما جه خروف أسود صغير وصاحبه وشاف الورد الجميل اللي مستخبي في جنينته. وجوان هنا بتفهم على طول إن الذئب ده هو شياو وإنه بيعترف لها بمشاعره. وفي نهاية اليوم شياو ما بيلاقيش الإلهام اللي بيدور عليه وبيقرر إن هو يرجع البيت وجوان بتبان زعلانة ومحبطة. ولما جيانغ بيسألها انت ليه بتتعبي وبتعملي كل ده علشانه جوان بترد وبتقول لأني حاسة إني مديوناله. وبعد ما بيرجعوا شياو بيقرر يفسح جوان في الملاهي علشان يبسطها فبيستعين بصاحبه فان وبيرتبوا خروجة جماعية بحجة تدوير على إلهام للشغل. وفي الملاهي بيتبسطوا جدا وشياو بيتخانق مع طفل في لعبة العربيات وبيخليه يعيط وبيبقى بيتصرف في الموقف كأنه طفل زيه. وجوان بتكون عايزة تركب الساقية بس شياو علشان بيخاف من المرتفعات بيقعد يتحجج فبتفهمه وبتغير المكان علشان ما تحرجهوش. وبعدها وهم بيسجلوا ذكرياتهم بالكاميرا شياو بيواجه جوان وبيسألها عن سبب مساعدتها ليه فبتعترف له بصدق انها حاسه بالذنب وبتكفر عن غلطتها القديمه.
وبعد ما بيرجعوا شياو بيجيله إلهام وبيقعد يرسم جوان، وتاني يوم الصبح بتدخل أوضته فبيخبي اللوحة بسرعة وهو مكسوف. وبعدها بنشوف فان اللي بيعترف لصاحبه بحبه لمين، وشياو بيتريق عليه لأنه فهم متأخر. وفان بيطلب من جوان إن هي تجس نبض صاحبتها، فصاحبتها بتنطق اسم شياو بهزار علشان تقرأ اللي في قلب جوان وتشوف غيرتها. وبعدها شياو وجوان بيساعدوا فان يجهز مفاجأة لعيد ميلاد مين بالليل في المدرسة بعد ما اتفقوا مع الحارس يفتح البوابات. بس المفاجأة بتبوظ لأن فان بيتحبس جوه صندوق الهدايا وتليفونه بيفصل، وشياو بيرفض في الأول يلبس العروسة الكرتونية لمساعدته، ففان بيستعين بالحارس. وفي الآخر العروسة الكرتونية بتوصل وبيطلع إن هو شياو مش الحارس، لأنه مقدرش يسيب صاحبه في موقف زي ده. وفان بيطلع من الصندوق ومين بتتفاجئ، بس فان بيبقى موده باظ لأن الجو كان حر جوه الصندوق وهو غرقان في عرق والكيكة ساحت. وبيقول بزعل إن مفيش أي رومانسية والتحضيرات باظت والصحاب التانيين بيمشوا، بس مين بتقوله إن التحضيرات كانت حلوة جدا. وشياو وهو خارج مع جوان مش بيتكلم علشان ما تعرفش صوته، بس هي بتكون عرفته من بدري وبتشيل الماسك وبتقوله انت فاكرني هبلة؟ مفيش حارس في مدرستنا بالطول ده كله. وجوه مين كانت مبسوطة بالكيكة والزينة، بس لما فان بيطلب منها تكون حبيبته بترفض، وبتقول انها مش عارفة لسه هتدخل جامعة ايه وهو هيدخل ايه، ومستحيل ان هي تدخل في علاقة، ففان قلبه بيتكسر. وعلى الناحية التانية شياو كان هيموت من الحر ومفيش هوا جايله، فجوان بتقوله يركب وراها على السكوتر علشان يشم هوا، فبيقول لها انه ما بيركبش ورا حد ابدا، وبيكون بيقلد جملتها القديمة. فهي بتفكره وبتقول مش فاكر لما انقذتك من العصابة وركبت ورايا؟ وبيركبوا مع بعض وبيتبسطوا جدا، بس الفرحة ما بتكملش لان شرطة المرور بتوقفهم علشان شياو بيكون مش لابس خوذة، وبيقعدوا يعتذروا للشرطي. وعشان شياو يلاقي الهام جديد جوان بتاخده المكان عبارة عن حديقة كبيرة وجميلة جدا، والمكان ده كانت مامة شياو بتجيبه فيه وهو صغير علشان ترسم. وفي الصيف بيبقى المنظر أحلى بكتير، والحارس هناك بيكون عارف شياو كويس، وابن الحارس بيطلب من شياو إن هو ينزل طيارته الورق اللي اتعلقت في الشجرة. وبسبب إن شياو عنده فوبيا من المرتفعات، جوان هي اللي بتطلع وبتجيب الطيارة، وهي نازلة بيختل توازنها، فشياو بيلحقها وبيقعوا سوا. والحارس بيقول لجوان في السر إن شياو بيحبها جدا لأنه ما جابش حد المكان ده قبليها غير مامته الله يرحمها. وشياو بيفتكر مامته وبيكون خايف إن هو ينسى تفاصيلها، وجوان بتشاركه نفس الوجع بخصوص باباها. وجوان بعدها بتنام من التعب، وشياو بيصحيها يوريها بورتريه رسمهولها وبيعترف لها إن هي إلهامه الحقيقي في الرسم. وبعدها بيرجعوا البيت في أجواء هادية ولطيفة، وما بقاش فيه كسوف وخجل بينهم زي الأول. وجوان بتدخل أوضتها تلاقي مامتها مستنياها بتلقيح كلام وبتفكرها بوعدها وبفلوس عملية زرع الكلى لجدتها، وبعدها بتستجوبها عن سبب مساعدتها لشياو. وفجأة بيدخل شياو فالأم بتغير النبرة تماما وبتتكلم طبيعي وبتخرج، وشياو بيدي جوان ملف خاص بيها فبتفرح وبيسألها مامتك كانت بتقولك ايه، فبتكذب عليه وبتقوله بتعاتبني على المذاكرة. والأم بعدها بتدخل تاني وبتعرف إن شياو مسمعش حاجة، وبتضغط على بنتها وبتبتزها علشان تبعد عنه، وبتتخانق معاها وبتقطع اللوحة وبترميها. وتاني يوم في حفلة باربيكيو جوان بتبقى سرحانة وزعلانة، ومين بتعترف لها إنها مش رافضة فان بس خايفة من البعد. وفان بيبقى واقف وراهم وبيسمع اعتراف مين، وبيحصل نقاش كوميدي بخناقة بينهم علشان كده بيتصنت. وشياو بيطمن من جوان على اللوحة اللي اتقطعت وهو مش بيكون عارف، فبتهز راسها إن هي عجبتها، وبتسأله عن مفعول الشرب فبيقول لها إن هو بيخدر الهموم وبيمشي. وصاحب الورشة بيدي جوان مشروب بمناسبة إن هي تمت 18 سنة علشان تجربه. وفي نفس الوقت أم جوان بتستغل غيابهم وبتدخل أوضة رسم شياو وبتبدل ملف أعماله وتحط البورتريه. وبعدها بنشوف جوان اللي بتكون مش في وعيها في الحفلة وبتتصرف زي الأطفال، وشياو بيبقى محتار ومش عارف يتعامل مع جنانها إزاي. وهم مروحين رجليها بتوجعها فشياو بيربط لها الجزمة وبيشيلها على ظهره وبيسألها شربتي ليه. فجوان وهي غايبة عن الوعي بتفضفض بكسرتها وندمها وتضحيتها بكل حاجة، لدرجة إنها حاسة إنها بقت إنسانة وحشة. بس شياو بيواسيها وبيقول لها إنه مش مثالي برضه، بس هي بتأكد له إنه طيب وصادق ومستحيل يبقى شرير، وإن هي بتعامله كويس علشان تكفر عن ذنوبها. فشياو بيوصلها لسريرها وبيطمنها إنه هيفضل فيه شخص بيحبها في كل حالاتها وزي ما هي. وتاني يوم شياو بيمشي علشان يقابل البروفيسور، والأم بتقول لجوان إن اتفاقهم خلص وتقدر تمشي. فجوان بتكتشف إن أمها بدلت الملف الحقيقي بملف البورتريه علشان تدمر شياو، فبتاخد الملف الصح وبتجري علشان تلحقه وتتحدى تهديد امها بقطع فلوس الجده. وجوان بتوصل جري وبتنقذ الموقف وبتدي البروفيسور الملف وبتترجاه يشوف شغله، وبتمشي فورا علشان وراها شغل. وشياو بيبهره برسمه الحي وبيقول له ان في بنت جابت ملفك الحقيقي، فشياو بيفهم ان جوان انقذته. وبعدها بيرجع البيت وبيلاقي جوان مشيت للمستشفى وبيشوف لوحته المتقطعه في الاوضه وبيتصدم. وبعدها عمته بتقابله وبتكشف له الحقيقه وبتقول
بتقوله إن أم جوان كانت متجوزة قبل كده وجوان هي بنتها. فشياو بيتصدم وبيسأل نفسه عن السبب اللي يخلي جوان تخفي عنه حاجة زي دي. وفي المستشفى الدكتورة بتبلغ جوان وجدتها بميعاد العملية، بس لازم مقدم مالي ضخم، وجوان بتصر إن هي هتتصرف وهتعمل العملية. وجوان بعدها بتروح لواحد اسمه فينج وبتطلب كارد، وهو بيوافق بدافع رد الجميل لأن الجدة ساعدته زمان. وجوان بتمضي العقد وأملها بيرجع، وبعدها بترجع تلم حاجتها علشان تمشي نهائي. فشياو بيقفشها وبيواجهها بالأعذار اللي بتقولها علشان تمشي، فهي بتفهم إنه عرف حقيقة قرابتها لأمه. وشياو بيبان عليه الزعل والعصبية وبيطلب منها تحكي له بنفسها، بس هي بتقوله ده كل اللي عندي وبتمشي وبتبدأ تتهرب منه. وبعدها بنشوف هي اللي بيقفل على جوان وبيطلب ردها النهائي، وفجأة بيظهر شياو فجوان بتمشي. فشياو بيستجوب عن مصلحته معاها، فبيشترط مباراة كرة سلة برهان، ولو شياو كسب هيعرف الحقيقة. والماتش بيبدأ وجوان بتعرف وبتروح تجري للكلية، وهي بيلعب بغش وبيتسبب في إصابات، بس شياو بيحافظ على هدوءه وبيطلب من فرقته التركيز في الماتش. وفي الاستراحة هي بيروح لجوان وبيضايقها وبيلمسها وبيهددها بحياة جدتها، بس هي مش بتخاف وبتزعقله وبتقول له عمرك ما هتهزمه بشرف. فهي بيفقد أعصابه وبيمد إيده وبيضرب جوان برجله، وأصحابه بيجوا بسرعة، وجوان بتفضل مرمية في الأرض من أثر الضرب. وبعدها جوان كانت مخبية جرح راسها بشعرها. وشياو بيكسب ماتش الباسكت في آخر ثانية رغم غش هي، ولما بيعرف إن هي هو اللي عور جوان بيتعصب جدا وبيضربه فورا، والشرطة بتتدخل وبتفض الخناقة. وبعدها جوان بتطهر جرح ايد شياو وبتعترف له ان رجلها كمان اتعورت بسببهم. فشياو بيزعل ان هي خبت عليه، وصاحب المحل بينصحه ما يزعلش منها. وبعدها شياو بيرجع يطمن على رجليها وبيحط لها مرهم، فجوان بتوعده ان هي ما تخبيش عنه حاجة تاني، بس بتطلب منه يحترم خصوصية اسرارها، وهو بيطلب منها ان هي تلجأ له لو حد ضايقها. وشياو بعدها بيشيل جوان على ظهره وبيوصلها البيت، وبيفهم منها ان جدتها لسه في المستشفى ومفيش حد معاها في البيت. وجوان بتلوم نفسها وما بتستحملش فكرة أذية شياو، وهو في بيته بيشوف اللوحة المقطوعة وبيقرر إن هو يحمي أسرارها. وتاني يوم مواسير مطبخ جوان بتسرب وجيانغ بيروح يصلحها، وشياو بيوصل في نفس الوقت وبيديها نبتتها الدبلانة، فبتشرح له إزاي يهتم بيها. وشياو بيكون غيران من جيانغ وبيلقح عليه كلام، وفجأة الماسورة بتضرب وشياو بيحمي جوان فالمية بتغرق قميصه، وبيقوم مصلح المحبس بنفسه. وبعدها بيروحوا بيت جيانغ علشان شياو يغير قميصه ويتغدوا. وشياو بيشوف صورتهم وهم صغيرين وبيكون متضايق جدا من جيانغ بسبب اهتمامه بجوان. وبعدها وهم بياكلوا والدة جيانغ بتطرد شياو بره بسبب كرهها لعيلته، وجوان بتلحقه وبتعتذر له، وشياو بيفتكر ان جيانغ اخوه من الاب. وبعدها شياو بيلمح التقارير الطبية بتاعت الجدة في بيت جوان وبيعرف بمرضها، فبيروح معاها المستشفى. وفي نفس الوقت والدة جيانغ بتحذر ابنها من عيلة شياو ومستقبلهم. وبعدها الجدة بتقابل شياو وبتطلب منه يهتم بجوان ويخليها تعيش سنها، والدكتور بيبلغ الجدة إنها محتاجة زراعة كلى فورا بتكلفة 300 ألف يوان. فشياو بيسأل الدكتور بره وبيعرف إن الفلوس لسه ما اتدفعتش، فبيربط الخيوط ببعضها وبيفهم إن والدة جوان ورا كل اللي بيحصل. فشياو بعدها بيرجع البيت ومرات أبوه بتقوله إن في ضيوف جايين على العشاء، بس هو بيرفض وبيدخل في الموضوع على طول، وبيعمل معاها ديل إن هو هيوافق يسافر بره ويدرس تمويل زي ما أبوه عايز، بس بشرط إنها تدفع الفلوس لجوان وتسيبها في حالها. فوالدة جوان بعدها بتروح لجدة جوان في المستشفى وبتعمل نفسها حنينة، وبتبدأ تلعب في دماغ الجدة وبتقول لها إن البنت ماشية مع ولد صايع وبيلعب بيها، وبتلمح إن جوان ممكن تكون معاه علشان فلوسه بسبب مصاريف المستشفى. فالجدة بتبدأ إن هي تقلق وتتأثر. وبعدها بنشوف شياو اللي بيقعد مع أبوه بيبلغه إنه موافق يسيب الفنون ويسافر يدرس تمويل بره، بس بشرط إن هو يرجع لوحات أمه المتوفية. فأبوه بيوافق. وبره الأوضة والدة جوان بتقوله إن الفلوس هتتحول لحساب جوان في نفس اليوم اللي هيحجز فيه طيارته، وبتحذره إن جوان متعرفش حاجة عن الحوار ده. وبعدها بنشوف جوان اللي بتكون رايحة تمضي ورق سلف علشان تدبر الفلوس، بس والدتها بتكلمها وبتقولها خلاص الفلوس هتجيلك كمان يومين، انت بجد عرفتي تضغطي على شياو ويوافق يسافر بره؟ فجوان بتتفاجئ وبتفهم اللعبة وبتحاول إن هي ترن عليه وتدور عليه في الورشة وكل مكان، بس بتكون مش لاقياه. وبعدها بنشوف جوان اللي بتكون قاعدة مع جدتها اللي بتعمل سكارف صوف رغم إننا في الصيف، والجدة بتبدأ تلمح إنها حاسة إن وقتها قليل ومش عايزة تبقى عبء عليها، وبتسألها عن شياو وعلاقتهم، فجوان بتقولها إحنا مجرد زمايل. فالجدة بتنصحها وبتقولها عيشي حياتك وما تضيعيش الحب الحقيقي علشان خايفة عليا، أنا عارفة إن هو بيحبك. وبعدها بنشوف شياو اللي بيبيع الموتوسيكل بتاعه لواحد صاحبه علشان يجمع أي كاش بسرعة يساعد بيه جوان. وجوان بتسأل الدكتور لو لقوا متبرع كلى لجدتها، والدكتور بيقول لها لسه على قائمة الانتظار، وبيقول لها بالمرة إن صاحبها الطويل اللي مش لابس نظارة وبيكون قصده على شياو إن هو جه وسأل على تكاليف العملية وحالة الجدة.
فهنا جوان بتفهم التضحية اللي هو بيعملها علشانها، وبعدها بتروح الورشة بس صاحبه بيقولها إن هو باع الموتوسيكل ومسافر. وفي نفس الوقت بيشوفوا فيديو على جروب الدفعة البنت واقفة على السطح وعايزة تنط، وشياو طلع وراها علشان ينقذها، فجوان بتجري على هناك على طول. وشياو بيجيله حالة رعب على السطح لأن المنظر بيفكره بأمه اللي انتحرت بنفس الطريقة. وجوان بتوصل وبتمسك ايده وبتبدأ تتكلم مع البنت اللي عايزة تنتحر بسبب ضغط أمها وعلاقاتها الفاشلة. وجوان بتبدأ تحكي لها عن مآسي حياتها هي كمان، موت أبوها وهروب أمها ومرض جدتها، وبتقنعها إن الحياة تستاهل نعيشها عشان الناس اللي بنحبهم. وأول ما أم البنت بتظهر البنت بتخاف وبتتراجع، فشياو بيتأثر وبيحكي لها السر اللي تعبه وبيقول أنا شفت أمي وهي بترمي نفسها من المبنى قدام عيني وما قدرتش أنسى. فالبنت بتقتنع وبتيجي ترجع بس بتفقد توازنها، فشياو بيحاول ان هو يمسكها فبيقع، وجوان بترمي نفسها وراه وبتمسك ايده وبيقعوا هما الاتنين بس بينزلوا على مرتبة الأمان اللي المطافي حطها تحت وما بيحصل لهمش حاجة. وفي المستشفى شياو بيدور على جوان وبيقابلوا بعض في الممر وبيجروا يحضنوا بعض. وجوان بتقوله انت بتخاف من المرتفعات، بعد كده ما تطلعش سطح من غير ما تقولي، وبتعترف له ان مرات ابوه دي امها الحقيقية. فهو بيقول لها إنه كان عارف وعايز يسمعها منها ومش فارق معاه غير إنها أنقذت حياته اليوم ده. وبعدها بنشوف شيلان عمته اللي بتيجي وبتهزر معاه وبتقول له بقولي المرة الجاية علشان أجهز لك جنازة حلوة. وبعدها بتقول له إن أهله محدش عبره وجاي يشوفه غيرها، فهو بيقول لها إنه عايز يودع حد قبل ما يسافر. وبعدها بنشوف جوان اللي بتتكلم مع البنت اللي أنقذوها، والبنت بتشكرها وبتقول لها إنها فركشت مع صاحبها ومسافرة تدرس في مدينة تانية. وبتقول لجوان إن هي وشياو لايقين على بعض جدا، فجوان بتنصحها إن مفيش أي علاقة تستاهل ننهي حياتنا علشانها. وبعدها بنشوف جوان وشياو اللي بيقعدوا على المراجيح في الحديقة وبيحكي لها القصة كاملة، إن أمه كانت غنية واتجوزت أبوه عن حب وبعدين اكتشفت إنه بيخونها ومعاه طفل تاني اللي هو جيانغ، فأمه جالها اكتئاب حاد ويوم ما راح يزورها كانت واقفة على السطح وقالت له عيش حر ونطت قدام عينه. فجوان بتطمنه وبتقوله إن أكيد أمه فخورة بيه وبيحضنوا بعض تاني. وبعدها بيروحوا البيت وجوان بتطبخ له بنفسها وبيقعدوا يهزروا في المطبخ وبياكلوا مع بعض، والأول مرة شياو بيحس إن البيت ليه طعم وبيتفاجئ من حلاوة أكلها وبيقول لها مش هنسى الطعم ده أبدا. وبعدها وهو بيغسل المواعين جوان بتزن عليه وبتقوله ليه سبت حلم الفنون والتمثيل فجأة، فهو بيحاول يتهرب ويهزر بس هي بتفكره بالموتوسيكل وتعبه فيه، فبيصدمها وبيقول لها كنت عايزه اشيل من عليك الحمل ده كل اللي اقدر اقدمهولك. فجوان بترفض وبتقول له انا عايزاك تحقق حلمك انت. فشياو بيديها مفتاح الموتوسيكل وبيقول لها خلي بالك من حاجتي لما اسافر وتعالي هنا لو حسيتي بالوحده. فجوان بتزعل ان الصيف هيخلص وهيمشي وما اتبسطوش سوا، وبعدها بتقترح عليه ان هما يقولوا لبعض امنيات كل اعياد السنه، وبيقعدوا يهزروا ويضحكوا لحد ما بتقول له امنيه خاصه عايزاك تكون مبسوط كل يوم وتعيش لنفسك ولحلمك. وبعدها بيدخلها أوضة مليانة بلوحاته الفنية وجوان بتنبهر بموهبته وبتقف قدام لوحة لأمه وبتواسيه وبتقوله إن أمه كانت مريضة وتعبانة بس أكيد كانت بتحبه. فشياو بيتأثر وبيمسك إيدها وفجأة بيطلب منها تكون حبيبته. فجوان بتتخض وضربات قلبها بتزيد وبتسأله لو وافقت كل وجعك هيخف، فهو بيقول لها أعتقد بس بيديها وقتها تفكر براحتها ومن غير ضغط. وتاني يوم الصبح جوان بتروح المستشفى علشان تخرج جدتها اللي هتمشي على غسيل كلى دوري، فالجدة بتطلب من الدكتور في السر إن هو ما يقولش لجوان إن هي رفضت تعمل العملية الجراحية لأنها مش عايزة تكون عبء على البنت بعد كل اللي ضحت بيه علشانها. وبعدها بنشوف جوان اللي بتكون قاعدة في أوضتها بتفكر في موضوع الارتباط، وشياو بيبعت لها رسالة وبيقول لها لسه ما قلتيش ولا لأ، وبيهزر معاها وبيقول لها فكري براحتك وأنا هسألك تاني بشكل رسمي وما تقلقيش من موضوع المسافات طالما واثقة فيا. فجوان بتبتسم وبتتكسف. وبعدها بنشوف الجدة اللي بتقول لجوان إن هي رايحة تصلي وتلعب كوتشينة مع صاحبتها وبترفض إن جوان تيجي معاها علشان ترتاح. وهو بيروح هناك وبيدور على صورة أول لقاء ليهم كانت مع صاحبهم فان في الكاميرا، وشياو بيبعت رسالة لجوان يقابلها الساعة 7 في حوش المدرسة وبياخد الكارت علشان يشوف الصورة ويستناها بس جوان مش بتيجي. وفي الحقيقة جوان بتتأخر لأن جدتها توفت فجأة في المستشفى، وجوان بتنهار تماما وبتفتكر يوم وفاة أبوها وبترجع البيت وبتلاقي شياو مستنيها بره ومستغرب هي قافلة تليفونها ليه. وأول ما بيشوف حالتها بيفهم إن الجدة ماتت فبياخدها في حضنه وبيقول لها أنا معاكي ومش هسيبك وهنواجه كل حاجة سوا. ويوم الجنازة شياو بيكون واقف جنبها خطوة بخطوة وبيقترح عليها يجمعوا كل الناس اللي الجدة كانت بتحبهم، فبيروح بنفسه البيت جيانغ وأمه وبيبلغهم بالخبر، وأول ما بيسمعوا بيجروا على طول علشان يحضروا الجنازة. وفي الجنازة والدة جيانغ بتفتكر ازاي الجدة كانت بتساعدهم وزمان كانت بتهتم بجيانغ لما كانت هي مشغولة في الشغل،
وبعدها بيوصل عم فينج اللي جوان كانت مستلفة منه فلوس علشان يعزي، وجوان بتعرفه إن هي دفعت بالفعل إيجار 3 شهور لراجل اسمه هي. ففينج بيتفاجئ وبعدها بيقول لجوان لو احتاجت أي مساعدة ياريت تطلبها منه تقديرا لجميل جدتها عليه زمان. وبعدها مين بتدي لجوان فيديو سجلته الجدة قبل وفاتها. في الفيديو الجدة بتطلب من الكل ما يعيطش، وبتقول إن جوان ضحت بأحلامها عشانها، وبتطالبها إن وفاتها تكون بداية حريتها وإنها لازم تدخل الجامعة وتعيش حياتها. فالكل بيتأثر جدا. وبعدها بنشوف شياوي اللي بيروح لوالدة جوان اللي بتخطط لسفره بره، وبتعرض تحويل فلوس لعملية الجدة لأنها ما كانتش تعرف إن هي ماتت. فشياو بيتعصب وبيقول لها إن الجدة ماتت وبيسيبها وبيمشي، وهي بتقلق لا يرفض السفر ويبوظ خطتها. وبعدها بنشوف جوان اللي بتكون تعبانة جدا وبيغمى عليها في البيت والغاز بيتسرب، وشياو بيوصل بالصدفة وبيشم الريحة وبيكسر الشباك وبينقذها وبينقلها المستشفى في آخر لحظة. والدكتور بيقول إنها بقت تمام، وجوان بتفوق وبتقول لشياو إنها ما كانتش بتنتحر بس كانت تعبانة ومش قادرة تستحمل. وبعد ما بتخرج من المستشفى شياو بيحاول يخرجها في الشمس لكنها بتنهار وبتعيط، وبتقول إن الكل بيطلب منها تكون قوية وهي عندها 18 سنة ومش قادرة تمثل القوة بعد ما خسرت والدها وجدتها. فشياو بيحتويها وبياخدها بيته علشان يراعيها، وبيواسيها وبيقول لها إن الجدة ما سابتهاش لكنها بقت جزء من الكون حواليها. وجوان بتفتكر إن أمنيتها وهي صغيرة كانت عجلة علشان ما تتبلش من المطر وهي راجعة من المدرسة. فشياو بيروح بالليل وبيلعب في صالة ألعاب علشان يكسب المسابقة اللي جايزتها عجلة. وتاني يوم جوان بتلاقي العجلة قدام الباب ومعاها رسالة من شياو بيقول لها إنه هيفضل يحقق أمنياتها. وبعدها بنشوف فينج اللي بيكتشف إن هي كان بيسرق من فلوس إيجار جوان وبيهدده إنه يرجع كل قرش خده. فبنشوف هي ورجالته اللي بيقتحموا بيت جوان علشان ينتقموا وبيكسروا الحاجات، وشياو بيسمع في التليفون وبيجري يلحقها وبتحصل خناقة والشرطة بتوصل وبتقبض على هي. وجوان بعدها بتروح لفينج ومعاها 150 ألف يوان علشان تسترد بيت جدتها المرهون، والحسبة بتطلع ناقصة 50 ألف. فشياو بيتدخل وبيدفعهم من معاه كارد ليها، وجوان بتستلم أوراق بيتها أخيرا. وبعدها بيجي اتصال لشياو إن جده في المستشفى، فبيروح هو وجوان، والجدة بيطلع كويس بس متعصب من والد شياو وعمته شيلان، وشايف إنهم مستنيين موته علشان الورث والشركة. وبعدها بنشوف والدة جوان اللي بتبرر لجوان جوازها من عيلة شياو علشان تهرب من الفقر، وبتطلب منها إن هي تبعد عن شياو، بس جوان بترد عليها بعصبية وبتقول لها إنها ما تعرفش حاجة عن وجعها، وإن شياو مش زي باقي عيلته لأنه بيحب بجد. وبعدها بنشوف جوان وشياو اللي بيتكلموا عن إن عيلته بتستغل كل حاجة للبيزنس، وبيتفقوا إن الوقت جه علشان يسيبوا الماضي ويعيشوا حياتهم. وبعدها بنشوف جيانغ اللي بيزور جوان وبيعتذر لها إنه ما قالهاش حقيقة علاقته بشياو قبل كده، وبيقول لها إنه هيبني نفسه ويحقق أحلامه من غير فلوس عيلة شياو، وبيوعدها إنه هيفضل دايما جنبها لو احتاجته. وتاني يوم جوان جابت فطار لشياو الصبح وقالت له لازم تفطر لأنها أهم وجبة، وجايبة لك السجق اللي بتحبه. فشياو شكرها وقال لها إنه رايح ياخد جده من المستشفى لأن النهاردة فرح أبوه، والجد عايز يرتاح في بيته القديم ومش عايز يقعد في المستشفى في يوم زي ده. فجوان سألته طب هتروحي الفرح؟ فقال لها لا عشان ما بوظوش. وجوان بعدها راحت تدور على دكتورة تشينا علشان تشكره على اهتمامه بجدتها قبل ما تموت، وهي رايحة سمع الدكاترة بيتكلموا عن فرح أبو شياو الفخم، ودكتور قال إن العروسة الجديدة اللي هي أم جوان اللي سابتها زمان زارت الجدة قبل ما تموت، وإنها زمان رفضت تعمل عملية لأبو جوان علشان توفر الفلوس وسابته يموت. فجوان اتصدمت صدمة عمرها وراحت سألت الدكتور يعني أبويا كان ممكن يعيش؟ فالدكتور فهم إن هي سمعت وقال لها إن السرطان كان منتشر ولو عملها ما كانش هيعيش كتير من غير علاج مكمل غالي، وأبوكي كان مخبي عليكي علشان يحميكي. فجوان انهارت وافتكرت فلاش باك وهي صغيرة لما سألت أمها بابا مات إزاي، فأمها زعقت فيها وقالت لها أنا ما شفتش يوم حلو مع أبوكي، لو عايزة تسأليه روحي صحيه من تربته. وسابتها هي وجدتها ومشيت علشان تعيش حياتها. وفي الحاضر جوان بتعيط ووعدت أبوها إنها هتحاسب أمها وتجيب حقه. وشياو بعدها وصل جده البيت، والجد قال له القرار قرارك، لو عايز تروح الفرح روح. وفي القاعة الفرح شغال وجوان وصلت والأمن منعها، فزعقت وقالت أنا بنت العروسة ودخلت بالعافية، وواجهت أمها وقالت لها أنت رحتي لجدتي ليه قبل ما تموت؟ ضغطتي عليها علشان ترفض العلاج وتموت صح؟ فالأم اتخضت وقعدت تمثل وتعيط قدام الناس، وطلعت جوان هي اللي جاحدة وغلطانة، وقالت للناس أنا قطعت عنها المصاريف علشان ما دخلتش امتحانات الكلية وبأدبها. فجوان زعقت وقالت لها أنت ما عندكيش إنسانية وبتغيري الحقيقة. فالأمن مسك جوان علشان يطردها، فظهر شياو وزق الأمن وقال إياك حد يلمسها. فأبوه زعق له وقال له بلاش فضايح. فشياو قال لأبوه ومراته الجديدة انتوا الاتنين ايديكم مش نضيفة وشبه بعض، انت خنت أمي وموتها وانت طماعة ومستنية اشوف نهايتكم.
وخد جوان ومشي وداها المرسم وقال لها عيطي وصرخي وما تمثليش انك قويه قدامي. فجوان قعدت تعيط وقالت له بس الاجازه هتخلص وهتسافر بره. ففاجئها وقال لها انه لغى السفر وهيقعد معاها على طول يكمل رسم ومستحيل يسيبها. وبعدها بنشوف ام جانغ اللي فهمت ابنها ان ابوه بقى ليه عيله جديده وخلاص ولازم يركز في دراسته ويثبت نفسه وان هم هيسافروا ويبداوا حياه جديده. وتاني يوم الصبح جوان صحيت وما لقتش شياو فخافت، بس لقيته راجع وجايب ورد وقال لها خفتي؟ فقالت له خفت اهلك ياخدوك بالعافيه، بس هو قال لها مستحيل اسيبك. وبعدها الشله بتكون متجمعه وفان ومنغ ماسكين ايد بعض، فشياو بيحفل على منغ وبيسالها انت حبيتي فيه ايه؟ ففان قال انا قمر وشاطر. وجوان سالت منغ اشمعنى وافقتي النهارده؟ ففان قال لها انا زينت الموتوسيكل ورد ورحت تحت بيتها ولما شافته عيطت ووافقت. فمنغ كذبته وقالت ما عيطتش بس ما كنتش عايزه الصيف يخلص وانا ندمانه فسمعت لقلبي. فجوان سرحت وفكرت تعمل نفس الحاجه وتسمع لقلبها مع شياو. وشياو بلغهم ان هو لغى السفر وهيقول لجده قريب. وجوان بعدها راحت اشترت ورد وكلمت شياو تساله هيخلص امتى علشان عايزاه في موضوع مهم. وشياو كان عند جده وبلغه انه هيقعد في البلد يدرس رسم ومش عايز اسهمه في الشركه. فجده بيوافق وهو خارج لقى ابوه مستنيه. فشياو قال له جدي وافق. فابوه هدده بجوان وقال له الفضيحه اللي عملتها بوظت سمعتها ولو عوزت ابهدلها في المحاكم والشرطه هعملها وهي مش حمل سجن، لو جيت معايا وسكت هسيبها في امان. وبعدها قال له يجهز لعشاء عمل بعد يومين مع رجل اعمال اسمه مستر تشانغ. فشياو فهم اللعبه وقال له مستر تشانغ بيحب الاستقرار وانت صورتك اتهزت وعايز تمثل دور الاب المثالي علشان تاخد صوته في المجلس. فالاب قال له برافو وخد تليفونه وقفل عليه الاوضه وقال له ضحي بحريتك كام يوم علشان تحميها. وتاني يوم الصبح جوان لقت تليفونه مقفول وقلقت وكلمت صحابهم. وفان قال لها ابوه لما بيعوزه في مصلحه بيقفل عليه. وجوان قالت هروح اطلعه ومحدش يجبره على حاجه وخططوا سوا. وجيانغ اخو شياو راح لابوه علشان يشغله. وفي الوقت ده جوان اتسحبت في الجنينه ونادت عليه. فشياو رمالها ورقه وبيقول لها فيها هربي، بس هي ردت عليه في ورقه وقالت له مش همشي من غيرك ويلا نهرب سوا. وجوه جيانغ رفض عرض ابوه انه يدفع مصاريف كليته وقال له لو كنت بتهتم بيا ما كانتش حياتنا بقت صعبه زمان. فالاب اداله قلم فخم كهديه. وبره جوان ضربت انذار الحريق والامن فتح اوضه شياو علشان يخرجوه. فجوان مسكت ايده وهربوا سوا. والاب عرف من الكاميرات واتعصب وامر الامن يقلبوا المحطات ويجيبوهم. وقرر ياخد جيانغ معاه بكره الحفله ما كانش شياو اللي هرب، بس جيانغ رفض يكون بديل. فالاب قال له هعدي عليك بكره. وشياو وجوان وصلوا المحطة والدنيا مطرت تلج وفرحوا إن وعدهم اتحقق ورقصوا وركبوا القطر. وبعدها وصلوا لمدينة تانية في الشمال ولفوا وانبسطوا وشافوا بروفة فرح في كنيسة. فجوان قالت المكان زي الحكايات الخيالية اللي النهاية فيها سعيدة وقالت له أنا مبسوطة قوي. وبعدها جمعت شجاعتها وقالت له ترضى تكون حبيبي ونرتبط رسمي. فشياو وافق بابتسامة وبدأت قصتهم ومثل دور العريس واداها بوكيه ورد. بس جوان افتكرت كلام أمها إن الحكايات دي كذب وجالها خوف جواها. وبعدها بنشوف جيانغ اللي راح مجبر مع أبوه الحفلة وأبهر مستر تشانغ بذكائه. والأب بقى مبسوط وقال له مستر تشانغ معجب بيك وعايزك ترجع البيت معايا علشان أدعم مستقبلك. بس جيانغ كان مضغوط ومكسور من جواه. وبعدها بنشوف شياو وجوان اللي بيكونوا رايحين يحجزوا فندق بس كروت البنك اترفضت لأن أبوه جمدها ومعهوش كاش. فجوان قالت نشوف مكان أرخص مادام مع بعض يبقى كله تمام. وبعدها بنرجع لجيانغ اللي رجع البيت وكذب على امه وقال لها كنت في ايفنت مدرسه ولقوا ست جايه تعاين البيت علشان تاجره والام بتفتخر بذكائه قدام الست. فجيانغ اتعصب وزعق وقال مش هاجر البيت وصرخ في وش امه وقال لها عمرك ما سالتيني عايز ايه او اهتميتي بمشاعري. وطرد الناس وقعد يعيط في الارض ويقول يا شياو ليه دايما بكون البديل بتاعك في كل حاجه. وبعدها بنشوف شياو وجوان اللي حسبوا فلوسهم وقرروا ان هم يوفروا وسافروا لأماكن أبعد في الشمال علشان يشوفوا التلج بغزارة. وفي الطريق شياو شاف موتوسيكل مكسر في ورشة وصلحه بنفسه وخده بسعر رخيص بعد ما جوان فصلت مع الميكانيكي. وبعدها وصلوا للوكاندا وصاحبتها ست طيبة عرضت عليهم شغل تنظيف ومساعدة مقابل أوضة و3 وجبات ببلاش فوافقوا. والست ورتهم كلب صغير سابوا زبون ونصحتهم يحافظوا على بعض وسموه جولي. وشياو عمل نودلز لجوان وقالت له انها هتشتري كتب علشان تذاكر في البيت وتدخل الامتحانات علشان تحقق رغبة جدتها وتدخل الجامعة. فشياو قال لها هيعمل زيها ويدرس معاها علشان يفضلوا سوا ومستقبلهم يكون واحد. وقال لها انه زمان ما كانش شايف معنى لحياته بس معاها بقى متحمس للمستقبل ووعدها يفضلوا سوا على طول. وبعدها راحوا مكتبة يشتروا كتب وشياو اختار كتاب صعب لكلية الفنون علشان يتعب والنتيجة تكون قوية.
وما يكونش أصغر منها في المستوى. وبعدها فان كلم شياو يطمن عليه، فشياو أكد له إنه بيتكلم جد وعايز يبني مع جوان مستقبل حقيقي طول العمر ويكون قد المسؤولية. ومنغي كمان كلمت جوان، وبالليل قعدوا سوا وكل واحد مخبي هدية للتاني، ولما فتحوها مع العد التنازلي اتفاجئوا إن هما جابوا لبعض نفس الهدية، صورتهم سوا في أول مقابلة. فشياو ابتسم وقال لها عشان احنا اتخلقنا لبعض ونصيبنا دايما بيجمعنا. وبعدها بنشوف شيلان عمة شياو اللي بتلاقيه في الغابة وبتقوله انت هربان هنا وسايب مستقبلك وسفرك بره. فشياو بيقفشها وبيقول لها انت جاية عشان مصلحتي ولا علشان نمضي على الاتفاقية، وبيرضى ان هو يمضي بس بشرط، بما ان ابوه جمد حساباته فهو محتاج دعم مادي علشان يأمن مستقبله هو وجوان. فشيلان بتوافق وجوان بتظهر وشيلان بتمشي بعد ما بتطمن عليهم. وبالليل شياو وجوان بيتعشوا سوا وبيفضلوا يهزروا بعد ما قفشته انه شاري الاكل جاهز ومش عامله كله بنفسه. وبعدها بنشوف ابو شياو اللي بيكلم جوان في التليفون وبيبدأ ان هو يلعب في دماغها، وبيقول لها ان من 10 سنين ابوها استخدم مواد مغشوشه في الشركه وحصلت حادثه بسببه، وان والدتها كانت مسؤوله عن التوريدات ورمت التهمه كلها على ابو جوان وهو اللي شال الليله ومات. وابو شياو بيحاول يشتري جوان بالفلوس علشان تبعد عن شياو لانه شايفها طمعانه فيه، وكمان بيقول لها ان شياو مضحي بمستقبله ومكانته علشانها فالمفروض ترجعه وتطلب المقابل اللي هي عايزاه. بس جوان بتتعصب وبترفض. ولما شياو بيرجع بيقرروا يروحوا المدرسه سوا في السر علشان يلموا ورق ورسائل قبول الجامعه من غير ما حد يعرف. وشياو بياخد جوان لممشى زجاجي مرتفع علشان يكسر خوفه من المرتفعات ويقفلوا صفحه الماضي، وهناك بيعيشوا لحظات حلوه جدا وسط التلج وبيتمنوا يفضلوا سوا على طول. وبعدها بيروحوا المدرسة والمدرسين بيكلموهم عن مستقبلهم وبيدوهم الورق. وهم راجعين أبو شياو بيعرف إن هم في البلد وبيأمر رجالته ييجوا ياخدوا شياو فورا لأن أسهم الشركة في النازل بسبب المشاكل، وبيقرر يلغي أي اتفاق مع جوان. ورجالته فعلا بيحاصروا شياو وبيجبروه إن هو يروح يقابل أبوه وإلا هيأذوا جوان. وبعدها بنشوف هيلي بيكون لسه خارج من السجن وبيحاول إن هو يرجع لعصابته القديمة بس بيطردوه بيهنوه. وبالصدفة بيشوف شياو في عربية وجيانغ بيكون شارب وبيقول لهي إن جوان رجعت البلد، وهي بيستغل الفرصة وبيروح يخطف جوان علشان ينتقم منها ومن شياو اللي تسببه في رفضه وخراب بيته. وهي بيكلم شياو وبيهدده بجوان فشياو بيروح له لوحده فبيذله وبيخليه يركع على ركبته وبيصوره علشان يكسر عينه، وبيخيره يكسر ايد جوان ولا رجل شياو. فشياو بيقول له اذيني انا، فجوان بتفك نفسها وبتضرب هيب طوبه وبتبدا خناقه، وهي بيطلع مطوه وبيكون عاوز يغز جوان بس شياو بياخد الطعنه مكانها وهما بيهربوا. وشياو بعدها بيدخل المستشفى وبيعمل عملية وبتنجح. وجد شياو بيكلم جوان بأسلوب هادي بس قاسي وبيقول لها إن شياو اتغير وبقى بيحبها بس هو وريث العيلة القوية ووجودها معاه بيعرض حياته للخطر، وبيطلب منها تبعد عنه لو بتحبه بجد. فجوان بتنهاره وبتوعده إن هي هتمشي. وأول ما شياو بيخرج من المستشفى جوان بتفضل تخدمه في السر وبتأكله بإيديها وهو مش فاهم حاجة وبيتفق معاها على خطتهم بعد الخروج، وهي بتموت من جوه ومخبية دموعها علشان الوعد اللي قطعته لجده. وبعدها بنشوف يوان اللي بتكون قاعدة في بيتها ومحتارة وتعبانة من جواها، وشياو بيكلمها في التليفون وبيسألها انت فين طول اليوم، فبتتحجج وبتقوله ان هي كانت نايمة. فشياو بيقول لها انا خارج من المستشفى بكرة هتيجي تاخديني صح؟ فبتقوله ايوه، وعشان هي بتتمنى له الخير والسلامة بتحط له ظرف احمر تحت المخدة بتاعته وبتلم هدومها وبتجهز شنطتها. وبعدها جوان بتقص شعر شياو بنفسها وهو بيقول لها ان شعره كان نازل على عينه، فبتبتسم وبتقوله ان هي بتحبه حتى وشعره طويل. وبعدها خرجوا يتمشوا شوية في الشمس بره المستشفى، وهناك شياو بيقول لها انا خارج النهارده يعني خلاص هتقعدي معايا كل يوم، بس جوان مش بترد عليه. وبعد شوية بتوري له مكان حلو وبتقول له تعالى نلعب استغماية. فشياو بيستغرب من الطلب المفاجئ فبتقول له فاكر لما قلت لك اننا هنشوف العالم الكبير ده ونعيش بحرية ونفرح كل يوم؟ فبيسألها ليه بتقولي كده دلوقتي؟ فهي بتبتسم وبتقول له انا رايحة استخبى، غمض عينك وعد لحد 10. فهو بيضحك وبيقول لها انت لسه طفلة، وبيسمع كلامها وبيبدأ يعد. وجوان بتستخبى وبتبدأ تكذب عليه وهي قلبها بيتقطع علشان تبعده، وبتقوله انا كذبت عليك وعمري ما حبيتك، انا جيت لك بس علشان اخد فلوس من ماما ومشيت معاك عشان اهرب من مشاكلي، وحتى موضوع اني ما عملتش ديل مع والدك كان كذب. فشياو بيتخض جدا وبيقعد ينادي عليها وبيقول لها تخرج وتتكلم معاه وش لوش، بس هي بتكمل وبتقول له انا استخدمتك من الاول، تقدر تكرهني بس انساني، وعلاقتنا خلصت لحد هنا. وبتمشي وهي بتعيط، وشياو بيقعد يدور عليها زي المجنون وبيترجاها تظهر بس هي ما بترجعش وهو بيقعد في الارض وبيعيط. وبعد شهر بنشوف شياو اللي بيكون قاعد في بار وبيشرب علشان ينسى جرحه، وصاحبه فان بيحاول ان هو يهديه وبيقوله انت لسه خارج من المستشفى ما تشربش كتير، المشاكل بتحصل بين اي اتنين وان شاء الله هترجعوا لبعض. وفي نفس الوقت بنت اسمها لينا بتطلع على المسرح وبتقول انها بتغني لاغلى شخص موجود النهارده،
وبتغني أغنية لشياو وهو بيكون قاعد بيسمع وقلبه مكسور، ففان بيسأله لو يعرفها بس هو بيكون ساكت. وفي اللحظة دي جوان بتبعت له فلوس وشياو بيستغرب جدا، وبعدها لينا بتعترف لشياو بحبها قدام الناس وبتطلب إن هي تخرج معاه. والناس في البار بيقعدوا يشجعوهم ومن كتر ما هو مجروح بيوافق. وعلى الناحية التانية بنشوف جوان في المحاضرة ومركزة كل طاقتها في المذاكرة وبس. وبعد شوية فان بيقول لشياو إن في طرد وصل من المكان اللي كان عايش فيه مع جوان، فلينا بتسأله هو إيه ده، فبيقول لها إن دي حاجات سابها في الفندق لما كان مسافر وصاحب الفندق بعتها له. ولما فتحوا الطرد لينا لقت كشاكيل مذاكرة بتاعت جوان ولقت خطها حلو فافتكرته خطه هو. وكمان لقت صورة جوان وشياو مع بعض، وشياو أول ما شاف الصورة شدها من إيديها بعصبية وقال لها الحاجات دي مش بتاعتك ما تلمسيهاش. فلينا بتعتذر وبتسأله لو متضايق، فبيقول لها احنا لازم ما نتقابلش تاني. ولما سألته عن السبب قال لها أنا تعبت من كل ده. فبتمشي وهي زعلانة وبتقوله انت مش واو يعني علشان تعمل كده. وبالليل شياو بيحاول ان هو ينام وبيلاقي الظرف الاحمر اللي يوان سابتهوله وكانت كاتباله فيه بالسلامه والسعاده، وبيقعد يتصل بيها كتير وهي ما بتردش ودموعه بتنزل بس بيفضل يحاول لحد ما بترد في الاخر. وبيعيط وبيقول لها ان الظرف مكتوب فيه دعوات ليها بالنجاح في الامتحانات الجايه وحياه سعيده، وبيترجاها وبيقول لها قولي لي بس انك بتحبيني وانا هسامحك في كل حاجه. بس جوان بترد بقسوة وبتقوله أنا ما بحبكش وكنت بكذب عليك من الأول. فشياو بيتعصب جدا وبيقول لها إياكي تظهري قدامي تاني وإلا هتندمي ندم عمرك. فجوان بتقفل السكة وبتقول إن الصيف ده كان صيف طويل وفاشل وكله خداع. وبعدها بنشوف جيانغ مع صحابه ووالدته بتكلمه في التليفون وبتسأله هيرجع البيت في الأجازة ولا تحجز له تذكرة قطر، بس هو بيرفض وبيقول لها أنا مش هاجي الأجازة دي، سيبيني أعيش حياتي بطريقتي، وبيقفل السكة. وبعدها بنشوف راس السنة والكل فرحان إلا شياو اللي ماشي حزين، وبيتخيل جوان معاه وبيقعد يرقص معاها في خياله. وصحابه فان ومنغ بيبقوا فرحانين لما بيشوفوه كده، وصوت جوان بيرجع تاني يعلق على الأحداث وبتقول كنا فاكرين إن هروبنا وتمردنا هيدينا القوة نحارب العالم، بس قصتنا طلعت ناقصة ويمكن محدش بيقدر يهرب من نصيبه. في سن ال 18 ما بنقدرش نغير العالم ولا نغير حد، وساعات تمن التغيير بيكون الحب والحرية. وبنرجع للوقت الحالي سنة 2026 وجوان بقت شغالة في شركة مقاولات وبناء، وفي الوقت ده كانت بتلعب تنس، وفي نفس الوقت الموظفين في شركتها بيجهزوا لاجتماع مهم. وموظفة بتقول للمدير مستر نيو إن جوان حذرت إن الشركة المنافسة رغم إنها صغيرة بس مشاريعها قوية ولازم ما نستهونش بيهم، لكن المدير بيتكبر وبيقول إنهم بتوع مشاريع كرة صغيرة ومش مستاهلة القلق. وبيقول هو مين المدير هنا، أنا ولا هي؟ أنا في الشغلانة دي من قبل ما هي ما تتولد أصلا. والاجتماع بيكون قرب يبدأ وجوان بتكون لسه ما جاتش وكانوا بيدوروا عليها، بس هي في الحقيقة كانت بتلعب تنس مع مستر جانغ العميل المهم علشان تكسب ثقته وتلفت نظره. وفعلا بيعجب بلعبها وبيطلب منها شوط كمان، بس هي بتقوله بذكاء أنا جيت هنا مخصوص علشان أقابل حضرتك، اللعب مقدور عليه في أي وقت بس لو اليوم عدى المشروع بتاع المجموعة هيضيع مننا. فجانغ بيستغرب وبيهتم بكلامها. وفي قاعة الاجتماعات المدير كان متعصب ومستني جوان تيجي وطلب من الموظفة التانية إن هي تبدأ العرض، لكن فجأة بتدخل جوان ومعاها مستر جانغ، ومستر جانغ بيدخل وبيزعق للشركة المنافسة لأن جوان كانت عرفت تكتشف ثغرة ومشاكل قانونية مخبياها الشركة التانية دي، وبلغت مستر جانغ بيها في الوقت المناسب. وبسبب ذكاء جوان شركة المقاولات بتاعتها هي اللي فازت بالمشروع والكل بيبقى مبسوط جدا. وبعدها جوان بتروح المطار علشان تستقبل جيانغ وبيتفقوا يخرجوا يتعشوا سوا احتفالا بالمشروع. وفي نفس المطار وفي نفس الوقت شياو بيكون موجود برضه بس الاتنين ما بيشوفوش بعض وبيخرجوا من بوابات مختلفة. وفان بيكون مستني شياو علشان يستقبله لأن شياو رجع من فرنسا للصين مخصوص علشان معرض فني، وبيتفقوا هما كمان يروحوا يتعشوا بالليل. وبعدها بنشوف جوان وهي بتتعشى مع جيانغ وجيانغ بيقول لها انه رجع بدري علشان جاله عرض شغل حلو، فجوان بتبارك له وبتمدح في نجاح مشروعه الأخير اللي خلى الشركة تعينه فورا. وجيانغ بيعرض عليها المساعدة في أي وقت لو احتاجت، لكن جوان بترفض بابتسامة وبتقوله إنها هتتعب علشان ما تحتاجش مساعدة حد، وبتفكره بإنهم من صغرهم في المدرسة وهم في منافسة شريفة مع بعض، هو الأول وهي التانية دايما. فجيانغ بيفتكر حلم قديم لما قال لها إنه لما ينجح هيعزمها في مطعم غالي، والنهاردة الحلم ده بيتحقق. بعد كده بيسألها عن المدرسين وأصحابهم القدام، فجوان بتصدمه وبتقوله إن مدرستهم المفضلة توفت من كام يوم بسبب المرض، وهو بيزعل جدا إنه ملحقش يودعها. وبعدها بنشوف شياو اللي بيرجع والكل بيكون مصدوم إنه رجع لبلده بعد غياب 10 سنين علشان يعمل معرض الفنون بتاعه. وصديقه فان بيساعده ينقل لوحاته لبيته القديم وبيقوله إن البيت زي ما هو متغيرش فيه حاجة وكل شهر كان بيتنضف. فشياو بيبص على حوض السمك القديم وبيسأل عن السمك بتاعه،
ففان بيحاول يداري الأول، بس بعدين بيقوله إن السمك مات لأن عمره مش طويل زي البشر. وفان بيلاحظ إن شياو بياخد حبوب مهدئة وبينصحه إن هو يبطلها، وبيتكلموا عن تجهيزات المعرض. وتاني يوم وهم رايحين يشوفوا مكان المعرض، فان بيعرض عليه التصاميم المبدئية وبيلاحظ إن شياو منامش طول الليل، فبينصحه يرتاح وبيدعموا على فكرة إنه اختار بلده الأم الأول معرض ليه علشان ذكرياته فيها. وبعدها بنشوف جوان اللي بتروح مع جيان يزوروا مدرستهم القديمة، وأول ما بتدخل الفصل بتفتكر كل الذكريات وكلام المدرسة ليهم عن أهمية الامتحانات وبناء الشخصية. والموضوع ده بيخلي جوان تتأثر وتعيط وتفتكر شياو، وبتسأل نفسها انت فين وهل لسه بتكرهني. وبعدها جيانغ بيروح يقابل مدرسين تانيين، بس جوان بترفض تروح معاه وبتقوله انها شافتهم في الجنازة ومش عايزة تقلب المواجع، وبتفضل تلف في المدرسة لوحدها. وفي نفس الوقت شياو وفان بيكونوا معديين بعربيتهم من قدام المدرسة، فشياو بيطلب يوقف العربية وبيدخل المدرسة هو كمان. وبيقفوا في الأماكن اللي كانوا بيقعدوا فيها زمان، وحتى بيدخلوا المخزن اللي كانوا بيقضوا فيه وقت سوا. بس للأسف بسبب فرق التوقيت البسيط وهم بيلفوا ما بيتقابلوش، وجوان بتمشي من غير ما تشوفه. وبعدها بنشوف اجتماع في الشركة بخصوص مشروع المنتجع المرحلة التانية، وبنشوف خناقة كبيرة ومنافسة بين والد شياو وعمته شيلان. ووالد شياو بيكون شايف إن الأرض دي بتاعته من 20 سنة والمشروع تحت إشرافه، وبيدخل 30% من أرباح الشركة، فمش عايز يروح يسلمه لأي فرع تاني. لكن شيلان بتعارضه وبتقول إن الزمن اتغير ولازم ندخل أفكار جديدة وطاقات مختلفة، والحل إن الفروع تدخل منافسة والفرع اللي يكسب هو اللي يمسك المشروع تحت إشراف الإدارة العامة. ولما بيسألها مين هيكون الرئيس التنفيذي للمشروع بتقوله إن مجلس الإدارة هو اللي هيقرر. وبعدها بنشوف شياو اللي بيزور جده، والجد بيعاتبه إنه غاب 10 سنين كاملين، فشياو بيطمنه وبيقوله إنه راجع يقعد فترة طويلة علشان المعرض. فالجد بيستغرب إن حفيده اللي كان بيحب الرسم وهو صغير بقى فنان محترف بجد، وبيفكروا إنه طلب منه يدرس اقتصاد، وهو فعلا أخد الماجستير بس رافض يمسك شغل العيلة. فشياو بيرد عليه بكل صراحة وبيقوله أنا درست اقتصاد علشان أرضيك، بس الرسم هو شغفي، البيزنس والناس ممكن يتخلوا عني في أي وقت، لكن فرشتي مستحيل تخدعني، وانت بنفسك قلتلي زمان اختار طريقك. فالجد بيقتنع بكلامه وبيبتسم. وعلى الناحية التانية بنشوف جوان اللي بتكون قاعدة مع صاحبتها اللي بتلومها على طيبتها الزايدة، وبتقول لها إن المدير بتاعهم سرق مجهود جوان في مشروع وخد النجاح كله لنفسه. ورغم كده جوان بتقول لها إنها خدت حق الوقت الإضافي ومستنية المكافأة ومفيش داعي تحرق دمها وطاقتها مع ناس زي دي. وفجأة المدير بيدخل وبيعلن إن مكافآت المشروع اتوافقت عليها، وبيقوم صادمهم بإن الأسبوع الجاي فيه منافسة مهمة جدا لمشروع المرحلة التانية ولازم الكل يشتغل وقت إضافي. فجوان بتتضايق جدا لأن ده معناه إنها هتضطر تواجه عيلة شياو تاني. وبالليل شياو بيكون شغال في لوحته، وعمته شيلان بتتصل بيه تعاتبه إنه رجع من غير ما يقولها وبتعزمه على الغدا. فشياو بيقول لها إنه ملوش دعوة ببزنس العيلة ولا الصراعات دي، وهي بتتفهم وبتقوله إنها مش هتضغط عليه بس يزور جده من وقت للتاني. وفجأة فان بيوصل بيت شياو بشنطة هدومه وبيصدمه بإن جوازه من منغ بينهار وخلاص هيتطلقوا، وإن هو ملوش مكان يبات فيه. وفان بيحكي وهو مش فاهم الغلط فين بعد 7 سنين حب و3 سنين جواز ومفيش خيانة ولا خناقات كبيرة. وفي نفس الوقت منغ كانت قاعدة عند جوان وبتعيط، وبتقول لها إن لو ما كانش فيه مهلة شهر للطلاق في الصين كانت وقعت على الورق خلاص. وبعدها بنرجع لفان اللي بيخمن إنها زعلانة من حاجات تافهة، أو عشان في عيد ميلادها كان مسافر وجاب لها طفاية حريق كهدية غريبة علشان يهدي عصبيتها، أو لما اتخانقوا طبع لها لوحات مزيفة من الإنترنت علشان يصالحها. وبنرجع لمنغ اللي بتقول لجوان إن الهدايا دي مش هي المشكلة، المشكلة الحقيقية إنها ما بتلاقيش فان لما بتحتاجه، بترجع تعبانة أو عايزة تشاركه فرحها أو حزنها، وهو دايما مشغول في شغله وما عندوش أي دعم عاطفي ليها. وبتفتكر زمان لما وقفت ضد أهلها علشان تتجوزه وهو ما كانش حيلته حاجة وكان عايش عشانها بس، ودلوقتي لما نجح ما بقاش فاضي ليها، والبيت اللي شقيوا علشان يشتروه سوا لسه فاضي ما جهزش. فجوان بتواسيها وبتقول لها لو العلاقة ما فيهاش غير الوجع بلاش تتمسكي بيها. وفان بيستقر في بيت شياو، وشياو بياخد الكلب بتاعه، الكلب الصغير اللي لقوه زمان ودلوقتي كبر، وبيخرج علشان يتمشى. ومنغ بتكتشف ان هي نسيت فرشة سنانها وحاجاتها الشخصية، فجوان بتنزل تشتري لها من المحل. وجوان وهي ماشية بتشوف الكلب شاله واقف بره منطقة الألعاب، فبتقعد تلعب معاه بحب وهي مش عارفة انه كلبها القديم وتصوره. وبتقول للكلب انا كمان كان عندي كلب زيك اكيد كبر وبقى جميل دلوقتي. فوقتها شياو بيظهر من وراها وسعادتها بتتحول لصدمة لما بيقول لها انت كمان عندك كلب، الكلب ده اسمه شالو وانا ربيته مع البنت اللي كنت بحبها زمان، بس هي سابتني وسابته ومشيت، وانا قلت للبنت دي لو ظهرتي قدامي تاني هتندمي. فجوان بتكتم دموعها وبتمثل الابتسامة وبتقول له ببرود عاش من شافك، انا كنت معدية بالصدفة، وبالنسبة للماضي انا نسيته خالص ويا ريت انت كمان تنساه. وبتمشي وهي بتعيط، وشياو بيرجع البيت متعصب جدا وبيكسر في الديكور من كتر الوجع. وتاني يوم الصبح
فان بيلاقي البيت متبهدل وبيسأل شياو عن اللي حصل، فشياو بيواجهه فورا وبيقوله انت كنت عارف ان جوان رجعت. ففان بيعترف وبيقوله ان هو عارف من مانغ بس مخبي عليه عشان حالته زمان لما سافر كانت متدمرة ومحبش ان هو يلخبط حياته دلوقتي. فبعدها شياو بيقابل عمته شيلان على الغدا وبيواجهها وبيقول لها ليه كذبتي عليا وقلتي ان جوان ما رجعتش بعد التخرج. فشيلان بتقوله لو كنت عرفت ما كنتش هتقعد بره ثانية واحدة وكنت هترجع، والوضع في الشركة كان معقد ودلوقتي فات 10 سنين وانتوا الاتنين اتغيرتوا. وبتقوله ان الماضي مش هيفيد، لكن شياو بيفاجئها وبيقول لها انا في اليومين اللي فاتوا عرفت اني عمري ما نسيت جوان ومش هجرب اهرب تاني وهواجه مشاعري مهما كانت النتيجة. فشيلان بتبتسم عشان متمسك بحبه وبتطلع له ملف سري المشروع المنتجع بتاع المرحلة التانية وبتقوله ان في 5 فروع هينافسوا وان منافسها مجهز مرشح قوي ولو كسب هتضيع السلطة منها. وبتوريه مستند سري لشركة المقاولات المنافس الأكبر ليهم وبتقوله إن ده يخص فريق التخطيط والمشروع بتاعهم. فشياو في الأول بيقول لها ماليش في صراعات البيزنس، بس أول ما بيفتح الملف وبيبص فيه ملامح وشه بتتغير تماما وبيتصدم لأنه بيكتشف إن اللي هيقدم العرض والمسؤول عن المشروع من طرف الشركة المنافسة هي جوان. وبعدها بتبدأ المسابقة علشان يختاروا الشركة اللي هتمسك مشروع المرحلة التانية من المنتجع، والمدير التنفيذي مستر وو هو المسؤول عن الليلة دي كلها. وفجأة بيدخل شياو القاعة كممثل عن شركة أبوه والكل بيتفاجئ وبينبهر بيه وخصوصا جوان اللي اتصدمت لما شافته. وشركة جوان قدمت عرض فكرته بيتك التاني بره بيتك، يعني مش مجرد منتجع فاخر، ده مكان تحس فيه بالدفى والراحة. فشياو وهو بيسمع لها افتكر ذكرياتهم القديمة وفضل متنح لها. وعلى الناحية التانية بنشوف جيانغ وهو بيستلم وظيفة مدير استراتيجي في شركة إيفر وبيتفاجئ إن الكبير هو اللي وافق على تعيينه بنفسه. فجيانغ بيبقى هيمشي عشان فاكر إن هي كوسة، بس الراجل بيفهمه إنه اتعين بكفاءته وتخفيله ملوش لازمة. وبعدها بنشوف شركة جوان اللي بتكسب الجولة الأولى وشركة شياو بتتأهل معاها للجولة التانية. وبعدها بنشوف المدير مستر وو اللي بيروح يتكلم مع شياو، وهنا مدير شركة جوان بيكتشف الصدمة لما بيعرف إن شياو هو الوريث الشرعي والوحيد لمجموعة إيفر كلها. والمدير بيقلق وبيقول لجوان إن المنافسة الجاية هتبقى مستحيلة، بس هما بيقرروا ما يستسلموش. وبعدها شركة شياو بتعمل حفلة بمناسبة التأهيل وهو بيشرب كتير لحد ما بيبقى مش في وعيه. وبالصدفة شركة جوان كانت بتحتفل في نفس المطعم وشياو بيشوفها وهو مش في وعيه وبيفتكرها حلم وبيشدها معاه وبيقول لها أنا بشوفك لما بشرب، وبيقول لها ما تسيبينيش وتمشي. فجوان بتصعب عليها حالته وبتدمع وبتاخده توصله لبيته، وطول الطريق وهو ماسك فيها زي العيل الصغير. وتاني يوم شياو بيصحى وبيلاقيها مشيت وسابت له فطار، وصاحبه فان بيقوله الأدوية ما نفعتكش بقالها سنين، ووجود جوان ليلة واحدة نيمك زي القتيل، دواك هو البنت اللي بتحبها. وبعدها بنشوف جوان اللي بتشجع فريقها وبتقول لهم إن إيفر بتدور على الكفاءة مش المحسوبية وإن شياو ما عندوش خبرة. وعلى الناحية التانية شياو بيفهم فريقه إن اسمه مش هو اللي هيكسبهم، وبيجيب أكبر استشاريين عقارات في البلد علشان يدرسوا نقطة ضعف شركة جوان وهي ميزانيتهم وبيلعبوا عليها. وبعدها جيانغ بياخد جوان يتعشى بره وبيلمح لها إنه عايز يرتبط بيها ويفضل جنبها، بس هي بترفض بذوق وبتقوله مسؤولياتي كتير ومقدرش أدخل علاقة جديدة. وفجأة بيظهر شياو وبيبان عليه الغيرة وبيقعد يهددها وبيقول لها لو عايزة تكسبي بكرة اعتذريلي وانا مستني اليوم اللي هتيجي تترجيني فيه. وبعد الليلة دي شياو بيبات سهران طول الليل يراجع الملفات بنفسه علشان ما يسيبش غلطة. وبعدها بنشوف شركة شياو اللي بتكسب في آخر لحظة بعد ما غيروا الخطة بسرعة وصدموا الكل، وجوان وفريقها بيخسروا وبيزعلوا. وجوان بعدها بتروح المنتجع علشان تفك عن نفسها وبتفتكر إن المكان ده زمان كان مصنع. ولما بترجع البيت بتلاقي أمها مستنياها وبتصدمها وبتقول لها أبوكي مات بسبب أبو شياو لما المصنع بتاعه خسر، حاول إن هو يشتريه برخص التراب. ولما أبوكي رفض علشان يحمي العمال الراجل دمر له شغله وقطع عنه الموردين لحد ما الديون حصرته ومات قهر، وأنا غيرت اسمي واتجوزته بس علشان انتقم منه. وبتحذرها إن شياو ابن أبوه وهيحارب بكل قوته. فجوان بتتصدم وبتتحول 180 درجة وبتقرر إن هي تنتقم وبتقول هاخد منك كل حاجة تملكها. وبعدها بتروح تقابل عمته شيلان وبتعمل معاها صفقة وإن هي هتديلها كل المستندات والأدلة اللي هتفضح بيها مشاريع المنافس القديمة، وفي المقابل شرطها الوحيد إنها تبقى جوه فريق مشروع المنتجع الجديد بتاع المرحلة التانية عشان تبدأ حرب الانتقام الرسمية. وبعدها بنشوف شياوي اللي بيكلم الدكتور النفسي بتاعه فيديو كول وبيشتكي إن رجوعه للصين وظهور جوان في حياته تاني رجعه للتعب النفسي والوجع بتاع زمان. فالدكتور بينصحه يرجع يكتب مذكراته تاني كنوع من أنواع العلاج. فشياو بيكتب في مذكراته إنه كان دايما بيحلم بيوم مقابلتهم بس ما تخيلش إنها هتبقى كده، وبيتحسر إن جوان مفيش حاجة اتغيرت فيها وكأن ال10 سنين معدوش، وبيقول يا ريت المقابلة دي كانت مجرد حلم.
وبعدها بنرجع لشيلان اللي بتشك في نية جوان وبتقول لها طب ما كنتي تطلبي من شياو مباشرة وهو مش هيرفض. فجوان بتأكد ان الموضوع ملوش علاقة بشياو شخصيا، فشيلان بتقول لها ان شياو هو مدير المشروع ولازم يوافق الأول. وبعدها شياو بيعرف ان جوان كانت عند شيلان فبيروح يسألها كانت عايزة ايه، فشيلان بتقوله انها عايزة تدخل المشروع بس هي رفضت تاخد قرار من وراه. فشياو بيستغرب من اهتمامها بالمشروع وشيلان بتقوله إن المشروع ده الأكبر من 20 سنة وأي حد يتمنى يشتغل فيه، بس شياو بيأكد إن جوان مش مادية ووراها سر تاني. وشيلان بتفكر وفي الآخر بتسأله انضمها للمشروع ولا لأ، وهو بيفكر ومش بيرد عليها. وبعدها بنشوف منغ وفريقها اللي بيخططوا يعملوا حوار مع رسام مشهور وبيستقروا على شياو الرسام المشهور باسم لأنه الأنسب، بس هو بيشترط شرط واحد إن جوان تكون موجودة وقت الحوار. فجوان بتوافق علشان الشغل، وفي استوديو التصوير الكل بيكون مبهور بشياو ووسامته وغناه. وجوان بتوصل هناك وبيبقى في شخص واقف قريب من منغ، ففان بيغير عليها وبيحصل خناقة بسيطة بين فان ومنغ بسبب إنه مش بيفضلها، بس بيقرروا يوقفوا خناقة علشان الشغل وفان بيمشي. وبعدها منغ بتسأل شياو لو هينقل شغله للصين بعد سنين الغربة دي، فبيبص لجوان وبيقول إنه ما كانش ناوي بس غير رأيه عشان في حد مديون له وعايز يصفي حسابه معاه بعد ما شافها عايشة حياتها عادي. ولما سألوه عن سبب الحزن في لوحاته قال إنه بيكره الشتا لأن فيه خسر شخص غالي. وبعدها ظهرت بنت خلت الشتا كله حب، ولما سابته رجع الشتا وجع وندم تاني. فجوان بتتأثر وبتخرج بره الحوار وشياو بيحصلها وبيمسك ايديها وبيسألها ندمت على الفراق ولو للحظة، وبكل ثقة بتقوله لأ أبدا. فشياو بيتجرح وبيزعل جدا، فبيجبرها ان هي تروح معاه وبيقول لها عشان تدخلي المشروع عندي شرط ان انت تبقي الموديل بتاعتي، وبيبدأ يرسمها وبيقول لها انها لسه بتلهمه. وبعدها بيتعصب وبيقول لها بلاش عيشي الدور البريئة، كل اللي حصل زمان كان غلطتك انتي. فبتسأله عايز ايه، فبيقول لها تبقي المساعدة بتاعتي وتعيشي معايا علشان تسددي ديونك. فجوان بتوافق وهي مجبرة. وجوان بتقول لمنغ على اللي حصل، فمنغ بتحذرها انها كده بترمي نفسها في مشاكل، وبتقول لها ان شياو لسه جواه مشاعر ليها، بس جوان بتقول لو جواه حاجة هتبقى كره وهي وراها حاجات اهم حاليا. وشياو بعدها بيطرد صاحبه فان من البيت علشان جوان هتنقل معاه، ففان بيقعد يهزر وبيقول له طردت صاحبك عشان حبيبتك وبيشجعه يصفي حساب السنين معاها. وشياو بيبعت لجوان تيجي بكرة فبتطلب يومين للم العزال وبيوافق. وبعدها المساعد بيبلغ الجد إن في شكوى ضد يو وعلاقته بشركة المقاولات، بس الجد مش بيهتم وبيعتبرها منافسة شريفة. والمساعد بيقوله إن شياو رجع الشركة وكسبهم مناقصة المرحلة التانية، فالجد بيستغرب لأنه ما كانش مهتم بالبيزنس. وفي اجتماع الشركة لاختيار المدير العام للمشروع يو بيحاول يقنعهم بخبرته في المرحلة الأولى، بس شيلان بتفكرهم بالخسائر والحرايق اللي حصلت بسببه زمان، وبتقول إن المشروع محتاج فكرة جديدة مش تقليد. وبيدخل شياو الاجتماع وبيأيد كلام شيلان وبيقول إن السوق اتغير ومحتاج أفكار جديدة مش نسخ مكررة. وبعد التصويت شيلان بتكسب المنصب بفضل دعم شياو، ويو بيقابل شياو وبيعاتب عليه علشان صوت ضده، فشياو بيرد ببرود إن القرار لمصلحة الشركة مش شخصي، وبيقوله انت ما كنتش بتهتم بيا طول ال10 سنين جاي تهتم دلوقتي. فبيتهموا ان هو راجع بس عشان البنت اللي اسمها جوان وبيتخانقوا وشياو بيمشي. وبعدها يو بيطلب من جيانغ يشتغل كجاسوس او عين ليه في فريق الاداره علشان يراقب شيلان ويدير المخاطر، وبيلمح له ان الشركه في الاخر هتبقى ليه لانه من دمه. وبالليل جيانغ بيقابل جوان في مكان ذكرياتهم وبتشتكي له من هموم الدنيا وبتعرفه انها هتنضم لفريق شياو. فجيانغ بيعرض المساعده بس هي بتقول لازم تعتمد على نفسها. والصبح جوان بتعزل لبيت شياو وهو بيجي علشان ياخدها، ومنغ بتهزر وبتقول اجي معاكم، بس شياو بيكسف جبهتها وبيقول مش محتاجين حد زيادة. وبيوصلوا البيت وجوان بتسأل انا هقعد فين، فشياو بيصدمها وبيقول لها هتقعدي معايا في نفس الأوضة. فجوان بتتصدم بس ما بيبقاش قدامها أي حل تاني. وتاني يوم شياو بيصحى وبيبلغها إن النهاردة اجتماع مشروع المنتجع المرحلة التانية وإنها رسميا هتبدأ شغلها معاه كمساعدة مدير. وفي الشركة الاجتماع بيبدأ وشيلان بتشكر الفريق على مجهودهم، وجوان بتوصل متأخرة وبتعتذر لأن اسمها ما كانش متسجل في الاستقبال. وفجأة بيدخل جيانغ وبيعلن إنه اتعين مدير استراتيجي علشان يربط بين المشروع والمقر الرئيسي، فشياو وجوان بيكونوا مصدومين وشياو بيسلم عليه وهو متضايق. وبعد الاجتماع جوان بتعاتب جيانغ ان هو ما قالهاش، فبيقول لها ده قرار مفاجئ من الاداره وهو بينفذ الاوامر، وبيعرض عليها ان هم يروحوا سوا. بس شياو بيتدخل وهو غيران وبيطلب من جوان كوبايه قهوه علشان يشغلها، والموظفين بيبداوا يتكلموا ويقولوا ان جيانغ رجل الاداره الكبيره وشياو ابن صاحب الشركه، وان جوان وقع في النص. وشياو بيسمعهم وبيهزقهم وبيقول لجوان كان لازم توقفيهم عند حدهم، فبتقول له ما بيصرفوش عليا علشان يهمني كلامهم. وبالليل في الشقه جوان بتساله ياكل
ايه، فبيطلب اكلات معقدة وغالية، فبتقوله تريقتك دي على الفاضي لان التلاجة فاضية ومفيش غير نودلز. وهم بياكلوا شياو بيلاحظ حرق في ايديها، فبتقوله ده من ايام الكلية لما كانت بتشتغل في محل نودلز وبتدي دروس خصوصية علشان تصرف على نفسها. فشياو بتتحرك مشاعره لما بيعرف ان حياتها كانت صعبة، وبيقوم هو يغسل المواعين تريقة على طبخها، وبعدها بيجيب مرهم وبيلاقيها نامت على الترابيزة، فبيقعد جنبها وبيحط لها منه. واول ما تليفونها بيرن بيعمل نفسه نايم على الكنبة، والمكالمة بتكون من صاحبتها مينج بتقول لها ان كهرباء شقتها باظت. فجوان بتحذرها ان الموضوع خطر ومحتاج تغيير شبكة كاملة، وجوان بتكشف ألاعيب شياو وبتعرف ان هو صاحي ومش نايم. فبعدها بيخرجوا يمشوا الكلب سوا. وتاني يوم في الشركة بيناقشوا الشركات المرشحة للمشروع، وجيانغ شايف انهم يمشوا مع شركات الاي بي الكبيرة لانها بتجيب زباين، بس شياو شايف انها مكلفة وشروطها صعبة. فجوان بتقول رأي محايد، نجهز الخيارين، لو الكبيرة ما جمعتش نشتغل مع المحترفين الصغيرين. فجيانغ بيوافقها، وشياو بيتضايق برضه منها وبيفكرها في الممر انها مساعدته هو ولازم تدعمه. وهما بيتكلموا القهوة بتدلق عليهم وبيقعدوا ينظفوا لبعض، فبيدخل جيانغ وبيشوفهم في وضع محرج وبيمشي. وشياو بعدها بيكلمها من مكتبه وبيقول لها استنيني في الجراج علشان نروح سوا. فبتبعت له وبتعرفه ان هي وراها مشوار، فبيقعد يزن ويقول لها طب وعشايا، فبتقول له استناني هاجي اعملهولك، فبيوافق على طول. وبعدها بنعرف ان جيانغ واخد جوان لدار رعاية علشان يعرفها بوالدته اللي مصابة بالزهايمر، فالام ما بتتعرفش عليها، وجيانغ بيشرح لجوان ان ده سبب رجوعه للمدينة علشان يقضي وقت معاها. وبعدها بيحتفلوا بعيد ميلاد الام. وبعدها بنشوف شياوي اللي بيكون في السوبر ماركت ومحتاس، وبيبعت لجوان فويسات كتير يسألها يشتري انهي نوع صويا صوص وحاجات تانية. وفي العربية جيانغ بيسأل جوان لو شياو هو اللي ساعدها ان هي تدخل الشركة، فبتقوله ان اسبابها خاصة، فبيقول لها لو احتجتي اي مساعدة انا موجود زي شياو. فبترد وبتقوله في مشاكل الصحاب ما بيعرفوش يحلوها ولا حتى شياو. فجيانغ بيوصل جوان تحت البيت، وشياو بيشوفهم من بعيد والغيرة والوجع باينين في وشه. وبعدها بيسألها كنت فين؟ في الأول بتهزر وبتقوله كنت مع خطيبي، وبعدين بتقوله الحقيقة إنها كانت مع جيانغ بيزوروا والدته، وما قالتلوش علشان ما يقعدش يفكر كتير. وبيقعدوا يناقروا في بعض بشكل كوميدي، وهي بتفكره بالاتفاق اللي بينهم إنها مسؤولة عن حياته اليومية، بس ده ما يعنيش إنها خسرت حياتها الشخصية. وتاني يوم في المكتب بيوصل لجوان ورد غالي من مستر هوانغ مدير شركة ستار سي، بيكلمها في التليفون وبيبدأ يتغزل فيها، بس هي بتبقى رسمية جدا وبتطلب ميعاد للشغل. فهو بيتحجج إنه مسافر وبيجر رجليها لنادي خاص بره المدينة. فجوان بتروح بدافع الشغل، بس هناك هو بيبدأ يضايقها، بس جوان ما بتسكتش وبترش سبراي الفلفل في عينه وبتديله بالقلم وبتقوله انت فاكر نفسك مين. فهو بيبدأ يهددها بقطع الشغل. وفي نفس الوقت شياو بيقابل صاحبه القديم بينغ، وبينغ بيفاجئه بخبر ان هي مات قريب بسبب الشرب الكتير، لانه بعد ما خرج من السجن ما لقاش شغل. فشياو بيسكت تماما لان الشخص ده بيمثل ماضي مؤلم وجرح قديم ليه. فبينغ بينصحه ينسى الماضي ويركز في حياته، وبيسأله لو لسه بيحب جوان. فشياو بيعترف انه عايش معاها في البيت، وان وجودها هو الحاجه الوحيده اللي بتهون عليه ومخليه حالته النفسيه احسن. وشياو بعدها بيشوف جورنال قديم ليه علاقه بمصنع والد جوان، فبيكلم حد يخليه يعمل تحريات علشان يعرف الحقيقة. وتاني يوم في الشركة جوان بتحاول تدور على ملفات قديمة للمشروع من 20 سنة، بس بتلاقيها ناقصة. وفجأة بتدخل ست مجنونة وبتحاول إن هي تضرب جوان، وبتطلع الست دي مرات مستر هوانغ، وبتتهم جوان إن هي خطفت جوزها. فجوان بتهددها بالقضاء وبترفع عليها قضية تشهير. وشياو وجيانغ بيطردوا الست دي بره. وبعدها شياو بيسأل جوان إيه اللي حصل، فبتحكي له على اللي مستر هوانغ عمله، وبتقول له ما تقلقش انا كنت رايحه ومجهزه نفسي بسبراي فلفل وجهاز تسجيل وسجلت له كل حاجه. فشياو بيطلب منها تاخد اجازه ترتاح، واول ما بتمشي بتطلب من المساعد بتاعه يقلب الدنيا ويجيب قرار شركه ستار سي علشان مش هيسيب حقها. وبالليل الفضيحه بتهز السوشيال ميديا والتسجيلات والشتات بتاعت مستر هوانغ بتتسرب، وبيبان ضحايا تانيين ليه، وجوان بتفهم ان شياو هو اللي ورا الموضوع. وفي نفس الوقت زميلهم بيكلم جوان وبيطلب شهادة تكريم لشياو ضروري، فبتدخل أوضة تدور عليها، بالصدفة بتلاقي أدوية وتقارير نفسية ومذكرات هو كاتبها. وجوان بتقرأ المذكرات وبتعيط، وشياو بيكون كاتب من سنة 2016 لحد 2026 عن معاناته مع الأرق والاكتئاب وجلد الذات بعد موت والدته، وإن كل يوم بيعدي عليه كأنه كابوس، واليوم الوحيد اللي بيبقى فاكره هو يوم عيد ميلاد جوان. وفي آخر حاجة كاتب إنه لما قابلها تاني اتمنى إن اللخبطة دي ما تنتهيش أبدا. وجوان بتكتشف إن هو عمره ما نسيها وكان عايش في عذاب ومخبي عن الكل. وشياو بعدها بيرجع البيت وبيدخل المطبخ، وجوان بتلبسه المريالة بحنية،
وبتقوله ما كانش ليه لازمة اللي عملته مع شركة ستار علشان مشروع الشركة ما يتأثرش. فشياو بيرد عليها وبيقول لها محدش يقدر يضايقك غيري أنا بس. وهي بتاكل معاه بتواجهه بالتقرير الطبي، فبيقول لها إن الأرق جاله من بعد موت والدته، ولما هي دخلت حياته زمان تعبه قل، ودلوقتي برضه مش بيعرف ينام غير وهي جنبه. وبيقفل الكلام وبيقول لها أنا مش عايزك تقعدي معايا ذل أو غصب، لو عايزة تمشي امشي. فجوان بترد عليه وبتقول له أنا مش قاعدة شفقة، أنا قاعدة لأني فعلا عايزاك تخف، ومش همشي غير لما تبقى كويس تماما. وبعدها التحريات بتثبت لشياو إن مصنع والد جوان أفلس زمان بسبب توريد مواد مغشوشة، وإن شركة لان يو حاولت تشتري المصنع وقتها بس الصفقة باظت في الشركة. وبعدها الفضيحة بتكبر ومرات هوانغ بتنكشف إنها كانت بتطرد البنات الضحايا، وجوان بتمشي وسط دعم زمايلها. وفي اجتماع الإدارة بيقرروا إن هم يفسخوا العقد مع ستار سي، وشياو بيقترح فكرة جريئة جدا، بدل ما نعتمد على شركات تانية إحنا نعمل براند وملكيتنا الفكرية الخاصة بينا. فشيلان بتقوله ده ريسك كبير وإنت بتعمل كده عشان اللي حصل لجوان، بس هو بيقنعها إن ده الصح لمستقبل الشركة علشان ما يبقوش تحت رحمة حد. فشيلان بتقتنع وبتديله مهلة 15 يوم بس، وهو بثقة بيقول لها 10 أيام كفاية عليا. وبعدها بنشوف منغ اللي بتشتري هدية لطريقها المستقبلي فان بمناسبة عيد ميلاده، وزمايلها بيعجبوا بيها. وبعدها الكل بيستلم دعوة لحفلة عيد ميلاده، وشياو وجوان بيقعدوا يراسلوا بعض في المكتب من تحت لتحت، والكل بيلاحظ فرحتهم وبيبتدوا يرخموا عليهم. فجوان بتتهرب وبتقول دي مسج من أهلي، وشياو بعدها بيحس بجوان بره وبيسألها ليه بنستخبى، وبيدخل معاها في الكلام عن حفلة فان، فبتقوله لو منغ راحت هروح معاها. وبعدها جوان ومنغ بيتفرجوا على فيلم، ومنغ شايفة ان مشهد البطل اللي بياخد طعنة مكان البطلة ده مش واقعي، والكلام ده بيلمس جوان وبيفكرها باللي حصل لشياو زمان وبتتأثر. وفي حفلة عيد الميلاد فان بيفرح جدا لما منغ وجوان بيوصلوا الحفلة، وشياو بيحضر فجأة وجوان بتتخض. ولما زمايلهم بيسألوهم انتوا جيتوا مع بعض، شياو بيحرجها وبيقول ايوه انا اللي جبتها. فجوان بتتوتر والكل بيفتكرهم مرتبطين. وبعدها بنشوف بنغ اللي بياخد جوان على جنب وبيحكي لها قد ايه شياو اتدمر وتعب وجات له حمى بعد ما سابوا بعض. فجوان بتعيط وبتقول انها سابته علشان خايفه عليه، ومن وقت الحادثه وكابوس دم شياو ما بيفارقهاش. فبنغ بيفهمها ان شياو بنى نفسه بنفسه بره ومن غير مساعده اهله علشان يبقى قوي وبيحميها، وبيخليها تشوف فيديو قديم لشياو وهو بيرقص لوحده في راس السنه ويتخيلها. فجوان بتنهار من العياط وشياو بيجي من وراها وبيحضنها. وبعد الحفله منغ بتشرب وبتعتب على فان ان هي كانت عايزه حياه بسيطه معاه بس هو كان دايما مشغول عنها، فهو بيعتذر لها وبيحضنها. وبعدها شياو بيرجع جوان البيت وهي شاربة، وتاني يوم شياو بيطبخ لجوان وبيوعدها يطبخ لها كل يوم. وعلى الناحية التانية منغ بتكون لسه مصممة على الطلاق من فان وشايفة ان الجوازة ما بقاش ليها معنى طالما مش فاهمها. وشياو بيكلم جوان فيديو وبيقفشها بتشتغل وما كلتش، فبيأمرها تاكل الأول. وفي نفس الوقت جيانغ بيكتشف مستندات قديمة تثبت إن مصنع والد جوان اتاخد برخص التراب بسبب والد شياو. وبعدها بنشوف جوان اللي بتعرض فكرة الشراكة مع شركة شينغ في اجتماع الشركة، والكل بيوافق بشرط إن شياو يقابل مديرتهم لينا. فشياو وجوان بيروحوا لينا وبتطلع البنت دي كانت مرتبطة بشياو زمان وبتنتقم منهم بإنها تأخرهم. فلينا بتقول لهم إن العرض اترفض من رئيس الشركة، فشياو بيقرر يرسم لوحة تعبر عن قصة حب رئيس الشركة المأساوية علشان يقنعه. فلينا بتعجب باللوحة وبتعرف إن إلهامها من جوان. وبره الشركة جوان بتغير وبتقوله أنت جايبني قابل الإكس بتاعتك، فبيصالحها وبيوريها بالونة قديمة من ذكرياتهم وبيسألها تخرجي معايا في ديت. وبعدها بنشوف رئيس الشركة اللي بيوافق على الشغل بسبب اللوحة بشرط إن شياو يمسك التصميم. وبعدها جوان بتاخد شياو عند قبر والدها وجدتها وبتعرفهم عليه كحبيبها، وبتفتكر إزاي والدها اتظلم بسبب أبو شياو وبتقرر تجيب حقه بس من غير ما تأذي شياو. وبعدها جوان وشياو بيروحوا لصاحب مصنع قديم اسمه مستر وانغ علشان ياخدوا أدلة، ووالدته بتثق فيهم بعد ما بيعرضوا عليها مساعدة مادية، وشياو بيطمن جوان إنه معاها دايما. وتاني يوم بيروحوا لوانغ وبيكتشفوا إن جيانغ جه بالليل وضحك عليهم وخد كل المستندات والأدلة اللي تخص قضية أبو شياو. فجوان بتبلغ شياو وبتروح تقابل جيانغ في مكان المشروع القديم. فجيانغ بيوريها الأدلة وبيقول لها أنا أقدر أعمل لك كل اللي شياو ما قدرش يعمله وهجيب لك حقك بس ترجعي لي. فجوان بتفهم هنا إن جيانغ بيساومها بالأدلة مقابل إن هي ترجع له، فبتقوله إن حبها لشياو حقيقي وبدون شروط، وإنها كانت بتعتبر جيانغ صديق ووثقت فيه حتى بعد ما عرفت إن هو اللي فتن على مكانها من 10 سنين. ومشيت وقالت له إن طريقهم اتقطع خلاص. وبعدها بتقابل شياو وقالت له إن جيانغ مش هيديهم الدليل، فشياو طمنها وقال لها إنه لقى الديلر اللي كان مع وانغ وهيروحوا يقابلوه تاني يوم. بعدها شياو قعد يهزر ويقول لها إن هو كان غيران علشان استناها ساعة. وفي الشركة جوانغ عاتب جيانغ علشان
علشان ما قالوش على الشراكة الجديدة. فجيانغ رد إن هو مش جاسوس والشراكة دي في مصلحة المشروع، فهدده بإن اللي وداه المنصب ده يقدر يشيله. فجيانغ بيقول له أنا مبقتش الطفل اللي بيتأثر بتهديداتك، وزقه ومشي. فبعدها بيعرف إن شياو وجوان راحوا لبيت وانغ، فبيتعصب وحس إن عياله كلهم واقفين ضده. ووانغ كان ماشي وبيوصي بنته على جدتها، بس جه ناس يطالبوه بفلوسهم وافتكروا إنه كسب كتير من بيع المصنع. لما شافوا ناس من مجموعة لان عنده فضربوه. وبعدها بنشوف جوان اللي اتأخرت على شياو في الجراج وفجأة تليفونها قفل. فشياو لقى شنطتها وتليفونها في الأسانسير، ولما شاف كاميرات المراقبة لقى وانغ مدير مصنع الأساس هو اللي خطفها، فكلم الشرطة فورا. وجيانغ قابل شياو وعرف باللي حصل، وقال انه عارف ان وانغ مستخبي في المصنع القديم وراحوا سوا. وفي الطريق جيانغ اعتذر لشياو عن غلطه زمان، وقال ان الغيرة هي اللي عمته بس ما كانش يقصد يأذي جوان. فشياو قال له يسوق بسرعة علشان ينقذوا جوان الأول، ولما وصلوا اتقسموا علشان يدوروا عليها. وجوان فوقت ولقت نفسها مربوطة في المصنع، ووانغ قال لها ان ابو شياو هو السبب في خراب بيته ومصنعه. فجوان حاولت تفهمه ان هي في صفه وان هو برضه دمر ابوها، بس وانغ ما امنلهاش علشان شاف معاها شياو وبدا ان هو يدلق جاز. فشياو وصل وعرض نفسه مكان جوان ووعده ان هو يظهر الحقيقه، وجوان فكت ايديها وزقت وانغ. ولما وانغ جه يهاجم شياو جوان دفعت عنه، وفي اللحظه دي جه جيانغ من ورا وانغ وضربه على دماغه وموته من الضرب لغايه ما اغمى عليه. وبكده الخلافات اللي بينهم انتهت، والشرطه جت قبضت على وانغ وبدات تحقق في القضيه. وجوان بعدها كانت بتطهر جرح شياو، وقعدوا يهزروا مع بعض وهي بتنشف له شعره. وشياو قال لها ان وانغ هيتحاكم بس لسه هيقضوا الشركه. والصدمه ان الديلر اللي ورط ابوها مات في حادثه، يعني صعب يثبتوا انه ابو شياو هو السبب المباشر. بس جوان صممت ان هي تظهر حقيقته للكل. وبعدها أمها قابلتها في كافيه وسلمتها ملف فيه كل المستندات والدلائل القديمة اللي كانت شايلها لأمانها الشخصي، وقالت لها إنها اتعلمت من الماضي وعرفت إن جوان إنسانة مخلصة وأحسن منها، واتصالحوا بعد السنين دي كلها. وجوان راحت الشركة من غير شياو علشان تحميه، ودخلت اجتماع مجلس إدارة طارئ، وبعتت للموجودين مستندات تثبت إن مصنع وانغ اتدمر بمؤامرة وتقارير مضروبة علشان الشركة تاخد الأرض بسعر رخيص. وقالت إن اللعبة دي حصلت من 20 سنة مع أبوها وعائلات تانية كتير اتدمرت بسبب جشع أبو شياو. وجوان سابتهم وخرجت فرحانة وحضنت شياو. وبعدها راحوا للجد، والجد كان معترض على جوان وبيقول لشياو إن هي بتستغلك، بس شياو وقف قدامه بقوة وقال له أنا كبرت وقراري من دماغي، وجوان هي دنيتي وما يهمنيش كلام الناس ولا الفروق الاجتماعية. فالجد لما شاف قوته وتمسكه بيها هدي ووافق عليها. وبعدها عرفنا إن فان اشترى بيت لمنغ وفاجئها بديكور واعتذر لها ووعدها إنها هتكون أولويته، فسامحته ونشروا صورتهم سوا. وجوان وشياو شافوا الصورة وتشجعوا، وشياو نشر صورتهم برضه وأعلن علاقتهم للكل، وقعدوا يهرجوا على الاسم اللي مسجلاه بيه على التليفون، واعترفت له بحبها. ومنغ بعدها شرحت لجوان الفرق بين الارتباط والجواز، وإن الجواز أمان ومشاركة وبيت واحد. فجوان اتأثرت وفاجأت شياو في البيت واشترت له جهاز ألعاب قديم بتاع ذكرياتهم. وهم بيلعبوا جوان طلعت خاتم وطلبت منه الجواز، وشكرته إنه كان دايما بيحميها وبيستحمل عيوبها وعلمها تحب الحياة تاني. فشياو دمع ووافق طبعا وهو طاير من الفرحة. وشياو بعدها كان بيجهز لمعرضه الفني بمساعدة فان. وجيانغ قرر يستقيل ويسيب الماضي والسباق على المكسب ويسافر مع أمه ويبدأ حياة جديدة. وودع جوان واتصالحوا تماما. وفي يوم افتتاح المعرض الأصحاب اتقابلوا وجوان جت ودخلوا المعرض، ولقت شياو مجهز لها ممر بذكرياتهم، سهم وحوض سمك وفستان، ووداها الأوضة شبه أوضة تخزين المدرسة القديمة. وشياو قال لها إنه كان بيسافر وما بيحبش يشوف التلج لوحده عشان كان نفسه يشوفه معاها، وبدأ ينزل تلج صناعي في المكان. ونزل على ركبته وطلب ايدها للجواز تاني رسمي ولبسها الخاتم. وبعدها طلعوا في برنامج تلفزيوني مع مانغ، وشياو حكى انه ما كانش عنده حلم لحد ما قابل جوان وهي اللي خرجته من الضلمه، وان عيوبها هي اللي مخليها مميزه عنده، ووصفها بانها حلمه. ولما مانغ قالت لجوان توصف شياو بكلمة، قالت إن هو باراشوت لأنه أنقذها من الانهيار. فمانغ سألتهم حبوا بعض إمتى، فشياو قال 2016، بس جوان فاجأته وقالت 2013 من قبل ما يعرفها. وبنرجع فلاش باك 2013 لما جوان عرفت بمرض جدتها الخطير وكانت بتعيط، وشياو اللي ما كانتش تعرفه هو اللي واساها ووقف معاها. وبعدها اتقابلوا في المدرسة، وجوان قالت إنه كان دايما زي قوس قزح في حياتها الضلمة. وبيخلص المسلسل. وبس كده، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.